يعني انا افتكر في مره من المرات واحده من المعوقات الصعبه جدا للانسان لما بيحس بالاكتئاب او اي مشاعر سلبيه ممكن تدمره انه بيقف. اول ما بيحس المشاعر الوحشه دي يقف محلك سر، وطول ما المشاعر دي مسيطره عليه ما بياخدش خطوه لقدام. دلوقتي بقى دكتور ايمن، عايز اخد حضرتك من الاكتئاب للبلاوي اللي بتسبب الاكتئاب، العلاقات. صلي. انت لو عندك قلق كتير وعندك اكتئاب كتير وحاسس دايما طول الوقت انك متوتر وخايف وقلقان، صلي. هنختم بقى سيكشن العلاقات ده بسؤال عن الناس اللي مش بتتقبل الرفض. يعني في ناس اوكي انا اترفضت فشكرا سلام عليكم وعليكم السلام، في ناس بقى لا انت رفضتني، ده انا هوريك وهوريك وهوريك. فالشخصيات دي اولا انا اتعامل معاها ازاي، وهم ذات نفسهم لو انا بقى بقيت اوير وربنا كرمه يعني بقى اوير ان انا لا ده انا ببقى مؤذي لما بحس ان انا بترفض، ده يعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وأولى حلقات بودكاست رأفت والشازلونج. الحقيقة كانت فكرة البودكاست ده بتراودني لفترة طويلة، فكرة إن أنا أعمل حاجة رأفت والشازلونج فيبقى ليها علاقة بالمشاكل اللي بتخص الطلبة أو حتى أسئلة عامة. يعني إحنا النهاردة لما فتحنا اللينك بتاع صراحة وصلنا لحوالي 100 سؤال، منهم الأكاديمي ومنهم اللي بيخص الجزء النفسي وكده. والحقيقة لما اخترت انطلاقة البودكاست قلت أفكر في مين، فقلت افضل انطلاقه للبودكاست لازم تكون مع اللي الهمني ان انا اعمل او ابدا البودكاست. بيشرفنا النهارده دكتورنا الدكتور ايمن العشري، مدرس التمريض النفسي والصحه النفسيه. وعايز اقول ان قبل ما اكون زميل لدكتور ايمن واستفدت منه، انا استفدت منه من ايام ما كنت طالب عنده، وانا بصراحه بيسعدني ويشرفني ان هو معانا النهارده. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. اهلا وسهلا بيك زميلي العزيز محمود رأفت. اتشرفت كتير جدا بان انا ابتدي معاك اولى حلقات رأفت والشازلونج، وانا يسعدني طبعا واكون ممنون جدا ان تكون الضيف الاول فيها. دي حاجه تشرفني جدا وتسعدني جدا بصراحه. انا عارف ان احنا اتناقشنا قبل كده ان احنا نبتدي الفكره بتاعه البرنامج ده، وكانت الحقيقه كانت من منطلق ان احنا عايزين نساعد الناس ونساعد طلابنا ونساعد كتير جدا اللي بيسالونا اسئله كتير جدا، وللاسف مفيش وقت كتير جدا نجاوب على كل اسئلتهم، سواء كانت اسئله اكاديميه او اسئله لها علاقه بالجزء بتاع الشيزلونج اللي هو الجزء النفسي يعني. فبخبرتنا المتواضعه البسيطه نقدر ان احنا نجاوب على اسئلتهم، وان شاء الله نقدر نفيدهم النهارده يعني. انا ايمن العشري، مدرس تمريض نفسي وصحه نفسيه، خريج تمريض اسكندريه دفعه 2008. اتعينت معيد في الكليه في 2011 وماجستير 2016 ودكتوراه 2021. الحقيقه انا متخصص في احد العلاجات النفسيه الخاصه بالموجه الثالثه من العلاج السلوكي المعرفي اللي اسمه اكتس او العلاج بالتقبل والالتزام. ودي من العلاجات النفسيه الحلوه جدا اللي هنحاول بقدر المستطاع نديكم برضو شويه كده تكنيكس صغيره عنها تقدر تفيدكم في علاقه بالحاجات النفسيه اللي انتم بتواجهوها في حياتكم والمشاكل النفسيه اللي تقدروا تتغلبوا عليها من خلال التكنيكس اللي احنا هنتكلم عنها. عايز اقول لك ان انا متحمس جدا والاسئله ما شاء الله كتير جدا، فاحنا ممكن الاول هنبدا بالجزء الاكاديمي وبعد كده هنخش على النفسيه بقى، عشان دي ايه هتاخد مننا وقت طويل. مفيش مشكله ان شاء الله. تمام. اول حاجه في الشق الاكاديمي بيبقى فيه طريقين، يا اما انا هتعين في الكليه والله معيد فانا من الاول مركز مع الجي بي اي وكده، يا اما ان انا بقى لا خلاص انا هنزل سوق العمل سواء المحلي او الخليجي. ودلوقتي ما شاء الله بقى عندنا نماذج في انجلترا والمانيا وامريكا. فعايز بس ابدا من حضرتك لان الاسئله كتير جدا على الجزء الاكاديمي. يا دكتور انا دلوقتي عايز اتعين في الكليه معيد، اذاكر ازاي؟ ابدا منين؟ الجي بي اي بتاعي لازم يبقى كام؟ يعني في سؤال مشهور قوي دايما يجي لي اللي هو ايه، انا الجي بي اي بتاعي كذا، فبحاول اوصل لهم الفكره ان لا لازم يكون في اطار للجي بي اي ده، اللي قبلك عن الجي بي اي بتاعهم كام، اللي بعدك كام، وهكذا. انا هسيب حضرتك تحكي لنا بس ازاي الموضوع بتاع المعيد ده بياخدوا كام واحد. انطلق. وخلينا نبتديها من الاول خالص. ان الطالب عندنا بيفتكر ان هو يعني بيقيس فشله ونجاحه من حته الاكاديميا. يعني في طالب يقول لك انا لو ما تعينتش في الكليه ممكن اكون فاشل اكاديميا. لا، مش مقياس خالص على فكره. كتير جدا نماذج ناجحه ما دخلتش السيرك الاكاديمي، وكتير جدا نماذج فاشله دخلت السيرك الاكاديمي. فهو السيرك الاكاديمي مش يعني حته نجاح الانسان وفشله مش مقتصد خالص على حته ان هو يختار السيرك الاكاديمي او يختار الطريق اللي هو الغير اكاديمي. هو بتعتمد على الشخص نفسه، انت نفسك انت المعيار او انت المقياس بتاع نفسك. انت عايز تبقى ناجح هتبقى ناجح في الشق او في الطريق اللي انت سلكته من الاول. صح. طيب هي فكره كلها اختيارك من الاول. المفروض
احيانا بيكون مبني على اساس ايه؟ على اساس الكواليفيكيشن بتاعتك. في طلبه كتير جدا بتظلم نفسها انه محتاج ان هو يقلد زميله في طريقه المذاكره وفي طريقه مش عارف ايه وفي طريقه طب بتذاكر ازاي، طب بتعمل ازاي. انا ممكن تكون طريقتي في المذاكره لما تيجي تبص عليها تقعد تضحك، تقول ايه ده بيذاكر ازاي ده. يعني في ناس مثلا ممكن تذاكر وهي بتسمع راديو، وهي بتذاكر تتفرج على التلفزيون، ممكن تذاكر في اي مكان ما بتعملش حساب الضوضاء عادي. في ناس تحب جدا تذاكر في هدوء. فانت معلش دي اختلافات فرديه. فحتى طريقه المذاكره نفسها لو انت اخترت المعيار انك بتذاكر على اساسه على زميل ليك، ده في حد ذاته ممكن يحبطك ويدمرك، لانك بتحط نفسك في ضغط نفسي شديد جدا ان انت المعيار بتاعك زميل مش المعيار بتاعك انت. صح. فانت المفروض كطالب انت اضرب نفسك، شوف بالظبط انت محتاج. يعني انت مثلا في ناس بتحصل في وقت قليل جدا، خلاص يبقى بتحتاج وقت اطول في المذاكره، يبقى انت محتاج تذاكر مده اطول. في ناس ثانيه بتحصل ربنا فتح عليها وبتحصل في جزء بسيط جدا من الوقت، يبقى ده ممكن يذاكر في وقت اقل يحصل اللي انت تحصله في 5 ساعات ولا في 6 ساعات. فهي كلها اختلافات فرديه. انا كطالب ايه المطلوب مني وانا في الكليه؟ ان مطالب منك ان انت في الكليه عايز تتعين اكاديميا، يبقى انت من الاول محتاج تركز في السكاشن بتاعتك وتركز في المذاكره بتاعتك وما تاجلش حاجه لبكره. وفي نفس الوقت يكون عندك، احنا عندنا نظام الساعات المعتمده، ده نظام غايه في الاهميه. يبقى انت طالب محتاج انك تكون ملم بنظام الساعات المعتمده. يعني ايه ملم بنظام الساعات المعتمده؟ انت كطالب ليك على مدار ال8 ترمات والاربع مستويات بتوع الكليه 143 ساعه اكاديميه. ال 143 ساعه دول بيتوزعوا على 4 مستويات وعلى 8 ترمات. كطالب ليك انك توزع ال 143 ساعه، والكليه بتحط لحضرتك مرشد اكاديمي. المرشد الاكاديمي ده بيدل حضرتك ازاي توزع عدد ساعاتك فيما يتماشى مع امكانياتك الذهنيه وامكانياتك الحياتيه. ما انت كطالب ممكن تكون ليك شويه متطلبات زي بتشتغل، مرتبط بحاجات تانية في حياتك، فده بيخليك تاخد ساعات اقل عشان خاطر تعرف تلم الدنيا وتذاكر. فهي الفكره كلها فكره وجهه نظري انا. تحصيل الطالب للجي بي اي بيعتمد على ان هو ازاي يقدر يوزن ساعاته الاكاديميه المفروض يدرسها في خلال المستوى. لان في طلبه كتير جدا ما بيهمهاش عدد الساعات قد ما بيهمها ان هو يخلص بسرعه عشان يتخرج بسرعه. طب ما انت معلش يعني ما انت هتنجز بسرعه بس في الاخر هيطلع لك جوده وحشه. صح. في الاخر الجي بي اي بتاعك هيبقى قليل. فما فيش تعيين لحضرتك، وكمان لما تيجي هتتكلف ولا حاجه تكليفك مش هيبقى لطيف ومش هيجي لك في اماكن كويسه، لان يعني التكليف برضو في جزء من اعتماد عليه بيعتمد على تقديرك. فدي نقطه مهمه جدا يعني. طيب يبقى انت من الاول محتاج ان تكون فاهم كويس جدا نظام الساعات الاكاديميه، ايه المطلوب منك كل ترم من المقررات، وعدد الساعات المطلوبه منك ايه، والساعات الاختياريه ايه، وهكذا. الامور دي غايه في الاهميه انك تكون عارفها من الاول، والمرشد الاكاديمي يقدر يطلعك على هذه الامور بالتفصيل. ولو المرشد الاكاديمي ما اطلعكش عليها، في دليل بتستلمه من الكليه اول ما بتدخل تقدر تطلع على الدليل ده وتقراه بالتفصيل، ولو في حاجه ما انتش ملم بيها تقدر ان انت تسال فيها. وفي نفس الوقت الاسر في الكليه ما شاء الله، عندنا قسم رعايه الشباب في الكليه، في اسر كتير جدا. الاسر دي بتقدر تديك هنت، وبيعملوا ايفنتس في اول كل ترم. زمايلك من سنه رابعه ومن سنه ثالثه بيقولوا لك خبراتهم ازاي تقدر تسجل المقررات، ايه المقررات الصعبه اللي بتواجهها، وبيعملوا سكتشات لطيفه جدا بيبدا يعرفك على المقررات وصعوبتها. طيب السؤال بقى الاهم، انا عايز ابقى اكاديميا اتعين في الكليه اصطف. اللي بيحدد معيار انك تتعين اكاديميا في الاصطف الدفعه كلها. يعني ايه الدفعه كلها؟ يعني الدفعه كلها في اخر ال4 سنوات بيتم تحصيل حاجه اسمها السي جي بي، اللي هو المجموع الكلي لعدد الساعات المعتمده بتاعتك، اللي هو الجي بي اي بتاعك. فالجي بي اي بتاع حضرتك المجمع الكلي اللي على مدار ال4 مستويات الدراسيه بتوعك، لازم تكون تحصيلك مع بقيه زمايلك طالع من ال25 الاوائل. النظام التعيين يا جماعه في الكليات على مستوى الجمهوريه بيتم بطريقتين، يا اما تتعين عن طريق الاعلان يا اما تتعين عن طريق التكليف. التعيين عن طريق الاعلان بيتم بان بينزل اعلان في الجرايد الرسميه، والاعلان ده مش بيقتصر على الكليه فقط، يقدر اي حد في اي مكان يقدم فيه كمعيد. الكليه عندنا التعيين فيها بنظام التكليف، فبالتالي مفيش حد يقدر يدخل الكليه عندنا غير خريجي كليه جامعه اسكندريه من الدفعه اللي هي عليها الدور. طب الناس بتعرف ازاي؟ شؤون الطلاب بيتم عمل حصر بالتقديرات وحصر الجي بي اي، وبينزل لستة بعدد الطلاب اللي طالعين اوائل. على فكره بيعمل لستة كامله تراكمي لكل الدفعه. فكل ال25 مثلا بيبقوا عارفين نفسهم، ال25 الاول بيعرفوا نفسهم، فقبل حتى ما ينزل اعلان التكليف بتاع الكليه ال25 بيبقوا عارفين نفسهم ان هم يتعينوا. يقول لك الف مبروك، حتى بيقعدوا يباركوا لبعض وربنا يعني يفتحها علينا وربنا يبارك لنا والكلام ده. واحنا طبعا بنكون سعداء جدا بالموضوع ده، لان الموضوع احنا جربناه قبل كده واحساس حلو
حلو جدا طبعا. فهو بيتكلف في الكليه كانه متكلف في المستشفى زي اللي هيتكلف في المستشفى. ايوه هو النظام المتبع دلوقتي في التعيين عندنا نظام التكليف. طيب انا دلوقتي عرفت اسمي من ال 24 اللي هيتعينوا، تمام. اختار قسم ايه؟ يعني مثلا ليه سايك وليه مش كريتيكال؟ طب انا دي خطوه صعبه شويه. الخطوه ده صعبه لان لها شقين. الشق الاولاني بناء على رغبتك انت على حسب ميولك. تمام. في ناس بتميل لقسم دون الاخر. الرغبه الثانيه بتعتمد برضو على التقدير. يعني ايه التقدير؟ يعني اللي جايب مثلا المركز الاول والمركز الثاني والثالث لحد التاسع اولويتهم بتكون اكتر شويه. اي نعم في اقسام في الكليه بتاخد اكتر من معيد في النظام الجديد. يعني قسم مثلا كريتيكال بياخد 3 أو 4 أو 5 على ما افتكر. قسم ميديكال سيرجيكال بياخد 5. أيوة. ففي اعداد كبيره جدا في بعض الاقسام. فالطالب ساعتها بيختار القسم اللي هو ميال ليه اكتر. ميول. يعني ممكن اقول له القسم مثلا متعب بس هو يقول لك انا بحب الشغل في القسم، خلاص روح اشتغل في القسم ده. تمام. هي خطوه صعبه بس السؤال المهم برضو ان اعتقد الطلبه بتساله عندك انا عايز ابقى معيد. انا عايز ابقى معيد. انا عايز ابقى معيد. يبقى اسعى وليس للانسان الا ما سعى. اسعى يعني من اول يوم انت في دماغك الخطه دي. يبقى لازم الخطه دي تحط لها ايه؟ تحط لها شويه اهداف. تحط الاهداف دي خطوات. يبقى من الخطوات المهمه جدا انك تبدا ماشي ستيب باي ستيب. دايما بص تحت رجليك. في الكليه بالذات ما ينفعش يبقى الطالب في سنه اولى ويقول لك ان شاء الله في ثالثه هعمل كذا. اخلص من اولى الاول وبعدين اركز على ثانيه وبعدين اركز على ثالثه وبعدين اركز على رابعه، بحيث ان انا الجي بي اي بتاعي كل مستوى انا بدخله يكون اكتر من 3. دايما الجي بي اي بتاعك يكون اكتر من 3. يعني لو وصلت ل 3 و4 3.5 انت كده يعني اكسلنت. يعني انت كده ممتاز جدا. كل ما تقرب من الرقم ده كل ما تبقى فرصه تعيينك اعلى او كويسه يعني. وده برضو ده بيعتمد على مستوى الدفعه كلها لانك في الاخر بتحتكم الى ترتيب الدفعه في الاخر على مستوى الكليه كلها. والكليه كلها طبعا تصحيحا يعني بتاخد 24 معيد مش 25 معيد يعني. جميل جدا. طيب انا دلوقتي ما حصلش نصيب ان انا اتعينت معيد في الكليه، استلمت تكليفي وشويه كده طقت في دماغي ان انا عايز اسافر. طيب من وجهه نظرك الخليج ولا ان انا اسافر بره مثلا انجلترا المانيا؟ سمعنا دلوقتي عن دول كتير فتحت دراعاتها يعني. والله انا عايز اقول لك على حاجه. وطبعا بصراحه حته انك تتكلم عن السفر دي انا ممكن اكون اقل واحد اتكلم عن الموضوع ده لان انا ما سافرتش قبل كده. بس انا اعتقد في زملاء كتير جدا شفت لهم فيديوز نزلت حتى على جروب الكليه بتتكلم عن فرص السفر زي الاستاذ محمد شكري وزي الاستاذ محمود هجرس وزي ناس كتير. الصراحه انا شفت لها فيديوهات قبل كده اتكلمت عن موضوع السفر ده. اتكلموا عنها باستفاضه كبيره قوي. من ناحيه السفر فرصه السفر كتيره جدا متاحه. حته بقى اوروبا حته الخليج هتعتمد برضه على الشخص نفسه. انت ميال اكتر للدول العربيه ولا عايز تسافر اوروبا؟ دي بتعتمد على الشخص. في ناس طموحه يعني في عايز اقول لك في ناس بتحسبها ايه هاخد في الخليج فلوس او كواليتي اوف لايف. الموضوع مش قصه فلوس. يعني الفكره كلها فكره انت طموحك يوصلك لحد فين. يعني انت ممكن تكون انت خرجت كليه الكواليفيكيشن بتاعتك الحاليه تؤهلك انك تسافر الخليج. ما تتامرش. ما انت ممكن تيجي تقول والله لا انا مش واخد الخليج انا هدور شو يعني دي حاجه ما ينفعش يعني تتامر فيها. انت اسعى وخلاص اللي يجيبه لك ربنا امشي فيه. جاب لك حاجه فرصه بره تمام. وما تنساش برضو ان في دور هنا بتعمله في البلد الاول انك بتاخد تكليف ولازم تستلم تكليفك وتخلص فتره التكليف بتاعتك عشان خاطر تعرف تمشي وتمشي اي خطوه من الخطوات دول. ولكن الفكره كلها فكره اعتقد بالبكالوريوس فقط لا غير الفرص شويه بتبقى صعبه اليومين دول. البكالوريوس لوحده مش كافي. انت محتاج يعني تدعم البكالوريوس ده الشهاده بتاعتك بشهادات تانية طبعا بكواليفيكيشنز تانية. لازم تدعم الشهادات دي بنوليدج اقوى. تدعم الشهادات دي بكورسات اقوى. عارف انت فالمعايير بتاعه الاختيار في الدول الاوروبيه ودول الخليج عاليه كتير. فلما بيجوا اصلا يختاروا الناس اللي هيختاروها عندهم طبعا في يعني في رانكينج بيتم اختيار الناس بناء عليه. والرانكينج ده بيخلي فرص كتير جدا بتكون صعبه والمنافسه بتكون محتدمه وتكون شديده. فمحتاج الانسان يكون مجهز نفسه للروبريك اكزام مثلا تويفل واخد فيه درجه كويسه تمام. ايلتس على حسب المكان اللي انت رايحه تمام. البرومتريك دلوقتي بقوا بيحتاجوه في كتير جدا من دول الخليج بمستويات مختلفه برضه بدرجات مختلفه تمام. بس دول الخليج بشكل كبير جدا مفتوح فيها السفر بشكل كبير جدا. وزي ما قلت لكم انا خبرتي في الموضوع ده مش قويه قوي لان انا ما جربتش قبل كده فرصه زي دي. بس انا الزملاء كتير جدا اتكلموا عنها قبل كده وكانوا كافيين وافيين. واعتقد في تشانل على اليوتيوب
لدكتور محمد شكري هو من في امريكا في امريكا من الطلبه اللي خارجين كليتنا، وما شاء الله تبارك الله من الناس ان احنا فخورين بيهم جدا لانهم وصلوا لمكانه كبيره جدا. هو وعدد كبير على فكره، دكتور شفيق طارق، دكتور محمد عبد الهادي، استاذ محمد عبد الهادي، مستر محمد عبد الهادي ومستر شفيق دفعتي على فكره. الناس دول برضو من الناس اللي راحت امريكا. واعتقد في ناس مع الاستاذ محمد شكري بس مش فاكر اساميهم ايه، من دمنهور من جامعات تانية. ما شاء الله تبارك الله سمعتهم قويه جدا، واحنا كده فخورين بيهم جدا وباللي بيعملوه طبعا في لان هم بصراحه يعني هم من يعني حاملين رايه مصر في الدول اللي زي دي قد كده، ومصوره مشرفه لجامعه اسكندريه وخريج جامعه اسكندريه. فهو كان عامل تشانل بيتكلم بقى بالتفصيل عن اللايسنس والشهادات اللي ممكن تاخدها على اليوتيوب، والخطوات اللي ممكن يعني تقدر ان انت تخش على التشانل دي، تدخل على التشانل دي على اليوتيوب، وهو بصراحه شارح باستفاضه قوي الموضوع ده يعني. سؤال بقى اخير نحسم الجدل فيه كده، اللي هو حته برضو الناس اللي هم ما جالهمش تعيين في الكليه، بس انا حابب ان انا ارقي نفسي واخد دراسات عليا. يعني هل انا لو انا مثلا معايا ماستر ده هيفيدني في الحكومه بتاعتي هنا في مصر ولا ملوش داعي؟ بص، هو اللي بياخد ماستر، النوعين من الماستر اللي موجودين عندنا دلوقتي، ماستر اكاديمي وماستر اللي هو بيقولوا عليه اللي هو المهني. ايوه، الماستر المهني والماستر الاكاديمي. الماستر المهني ما فيهوش رساله بتتعمل، هو جاست تقول لي بتدرس مقررات لمده 2 وخلاص على كده. الماستر الاكاديمي لا، لازم تدرس ترمات وتاخد مقررات وتجيب GPA محدد وتسجل بروتوكول والكلام ده كله. الماستر الاكاديمي فيه ميزه كويسه ان بيديك درجه الماجستير في تخصص محدد انت بتختاره. فلو تم طلب تعيين مدرسين مساعدين في احد الكليات الاهليه، كليات التمريض الاهليه بنظام الاعلان، فرصه كويسه جدا ليك انك تقدم. انا معايا ماستر في التخصص الفلاني واكاديمي، زي مثلا الجامعه الاهليه في دمياط، الجامعه الاهليه بتاعه رشيد، الجامعه على حسب الجامعه الاهليه بتطلب ساعتها. وطبعا في جامعات اهليه طالبه كتير جدا، وبعدين الفتره الجايه لان في جامعات الحكومه تتوجه انها تفتح جامعات اهليه في كتير جدا من المحافظات، فيبقى في فرص كتيره جدا الناس اللي واخده ماستر اكاديمي انها تتعين بنظام الاعلان، ويبقى اوبشن حلو للي ما فاتوا التعيين يروح يتعين في الجامعه الاهليه. ده حاجه برضه فرصه كويسه. جميل قوي. المهني بقى ده يفيدك في مجال العمل، لو انت بقى بتشتغل في مستشفى حكوميه وعايز بقى تاخد حاجه تحسن لك القصه دي شويه، ده ممكن يتم عن طريق بتكليف وزاري افضل، لان الوزاره بتنزل ترشيحات كل مده تبع المديريه، فانت المفروض تاخده عن طريق ترشيح من الوزاره. اشمعنى لما تاخد ترشيح من الوزاره اللي رشحتك اللي انت بتاخد الماجستير، ففرصه انك تتعين بيه جوه الوزاره افضل، اعلى طبعا، اعلى. ان انت لو خدته على حسابك الشخصي هتروح بقى الوزاره تقول لهم يا جماعه انا خدت ماجستير في كذا، بعد اذنكم رقوني بيه، هيقول لك لما يفضى مكان ان شاء الله نحطك، والموضوع كده ما بيبقاش فيه استفاده ليك. فوجهه نظري انا الاكاديمي ليك كطالب افضل، هو طبعا متعب ومحتاج وقت ومحتاج جهد انك بتذاكر وتحضر وبتعمل، وبرده المهني نفس الكلام، بس الاكاديمي جهده اكبر شويه لان يعني في رساله وتحضير وريسيرش والكلام ده طبعا. فانا لو عايز رايي هو جهد بجهد، اعمل الاكاديمي اعمل الاكاديمي عشان لو انت ليك طموح في حته انك تتعين معيد او تشتغل في حاجه زي كده، فرصه انك تتعين بيها في مجال جامعه من الجامعات الاهليه بنظام الاعلان هتبقى كويسه جدا طبعا. جميل جدا. احنا كده غالبا ممكن نكون يعني استفدنا في حته الجانب الاكاديمي. نخش بقى ايه الاسئله دي كلها بره الشيزلونج على فكره. نخش بقى على الزبد بتاعه النفسيه بقى وماله نسمع شويه. لاحظنا كتير جدا ومن ضمن الاسئله اللي بتجيلي انتشار ظاهره الاكتئاب عموما ما بين الشباب بشكل يعني مفجع، يعني بشكل يخوف، وسنهم واعمارهم زي اللي بيسموه اللي هو الجنريشن زي ده، او قريت على حاجه زي كده اللي هم سنهم ما بين حاليا مثلا سنهم بيوصل 21 سنه اللي هو سن الكليه الطلبه اللي عندنا. الموضوع يعني تفسيرك ليه ايه؟ ان هو ليه منتشر قوي الايام دي الاكتئاب بشكل كبير؟ هو في خلط كبير جدا اولا بين انك تقول ان انت عندك اكتئاب كمرض واكتئاب كحاله مزاجيه. ايوه، لان هو في كتير من الناس مجرد بس انه يجي له حاله مزاجيه سيئه كده وتلاقيه قاعد حزين وبتاع يقول لك انا مكتئب. هو اكتئابك هنا مجرد مود هيتغير مع تغير الوقت يعني، انما عشان تصنف نفسك كمريض اكتئاب الموضوع كبير قوي يعني. عشان اقول ان مريض اكتئاب الموضوع ليه معايير، والDSM-5 حط لها معايير وستاندرد محدد لازم تكون تندرج تحت منك الاعراض الاتيه دي عشان تقول انا مريض اكتئاب. اقلها خالص اهم حاجه فيها ان تفضل مزاجك مكتئب لمده اسبوعين متتاليين دون انقطاع. يعني انت بقالك اسبوعين قاعد مزاجك مكتئب وبتعيط وبتنتحب من غير اي اسباب، وعندك طبعا افكار سلبيه بتسيطر عليك سيطره كليه، وطبعا بيظهر عليك اعراض بيقولوا عليها اعراض لا علاقه بالحياه او بالمعيشه، زي مثلا ان انت فاقد الشهيه، ما بتاكلش كويس، ما بتنامش كويس او بتنام كتير، عارف انت ما بتحبش تخرج كتير من البيت، نايم على السرير مش قادر تتحرك، يعني حاجات زي كده. لو الموضوع طول معاك
لمده اسبوعين فيما اكثر انت محتاج تستشير طبيب. الموضوع يعني ما فيهوش كلام كتير يعني، حاجه ما تتعالجش في البيت. لا ملهاش علاج في البيت دي. انت ما دام وصلت للامر ده انت محتاج تستشير طبيب، وخصوصا لو الامر وصل لمرحله ان بقى ايه، بقى في افكار انتحاريه، ولا انا بدات افكر ان انا اموت نفسي. يعني في ناس ساعات لما بيجي لها الموضوع ده يقول لك لا انا ممكن اتعالج عادي والامور عادي وتمشي تمام. لا، ودي كارثه كبيره على فكره، لان مجرد اهمال الشيء ده ممكن الشخص ينتحر من غير احنا ما نحس، بسبب ان احنا حاطينه كده يعني، مش حاطين تحت منه خط. يعني المفروض الشخص ده محتاج يروح لحد، محتاج هيلب. بالظبط. تمام. فدي مشكله. النقطه بقى الثانيه، ليه الناس حاسه بقى، او ليه الثيم العام ده؟ لان الناس بقى عندها اكسبكتيشنز عاليه جدا واهداف كتيره جدا، وكلها اهداف بتتحطم، كلها ما بيقدرش يوصلوا لها. لان الانسان دلوقتي بقى يعني تحس كتير جدا من الناس قدام الطلبه كتير جدا، والناس كتير جدا تقعد تتكلم معاه يقول لك انا كان نفسي انا كان نفسي اعمل كذا، انا كان نفسي اعمل كذا. عمره ما بيفكر في اللي عمله، دايما بيفكر في اللي نفسه يعمله، في اللي ناقص. فاللي نفسك تعمله ده ممكن تقعد تفكر فيه طول الوقت يحطمك. لان ساعات احيانا اللي انت تقدر نفسك تعمله ممكن ما تقدرش تحققه، لان الامكانيات المتاحه او اللي انت تملكها لا تؤهلك ان انت تحصل على اللي نفسك تعمله، فده بيحسسك بالعجز. صح. فانت المفروض دايما تفكر في المتاح. دايما الانسان دايما لما يجي يختار اللي نفسه يعمله او اللي يقدر يعمله، لازم يبص للاول للمعيار بتاع نفسه، ايه هي المؤهلات بتاعتي عشان اقدر احقق ده. صح. ففي كتير جدا مننا بيبقى عنده مشكله في الموضوع ده، انه بيختار لنفسه اهداف صعبه التحقيق، فده للاسف الشديد بيوقعه في خانه الفشل المستمر. بيرجع عليه طبعا. دايما الاهداف اللي بيختارها للاسف ما بتبقاش اهدافه، بتبقى اهداف غيره. صح. ضغط المجتمع كمان دي بقى الثيمه يعني، بقى ثيم عام في المجتمع. ايه الثيم العام؟ كله بيبص لبعضه، كله بيبص لبعضه، ومحدش دلوقتي بقى بيركز في نفسه فقط لا غير. هو الشاهد من الموضوع، المعيار الوحيد والشخص الوحيد اللي المفروض تقارن نفسك بيه هو نفسك. انا النهارده ايه، السنه الجايه هبقى ايه، او الاسبوع ده ايه، الاسبوع الجاي هبقى ايه. الشخص الوحيد اللي المفروض تقارن نفسك بيه هو انت. صح. تمام. والمهم ان انت تعمل. يعني انا افتكر في مره من المرات، واحده من المعوقات الصعبه جدا للانسان لما بيحس بالاكتئاب او اي مشاعر سلبيه ممكن تدمره، انه بيقف. اول ما بيحس المشاعر الوحشه دي يقف محلك سر، وطول ما المشاعر دي مسيطره عليه ما بياخدش خطوه لقدام. فتبص تلاقي يبص ورا منه يلاقي عدى شهر او شهرين او 3 ما عملش حاجه في حياته، وطول الوقت قاعد حابس نفسه في كورنر بنفس الشعور اللي بيحسه طول الوقت، سواء كان بقى اكتئاب او احساس بعدم المتعه في الحياه، فانا قاعد كده مرتاح مع كل ده. كل دي حاجات كلها وقت بيعدي وانت ما بتتنفسش ولا بتعملش حاجه. المهم اكت، حس واعمل. ايه مشكله؟ انا مخنوق، ماشي خنق واعمل. انا متضايق، ما انت بني ادم لازم تتضايق واعمل. عارف انت اعمل، المهم نفذ. يعني دايما في مقوله عندنا في السايكاتري، في العلاج السلوكي المعرفي، الموجه الثالثه اللي بتتكلم عن التامل واليقظه الذهنيه، يقول لك حس الشعور. ايوه. واعمل الحاجه باي طريقه. الله. حس الشعور واعمل الحاجه باي طريقه. يعني اقول لك على حاجه، لما اجي مثلا اجيب لك تعبان واقول لك خد امسك التعبان ده، انت عارف كويس جدا ان التعبان ده مثلا مش مضر. يعني انا جايب لك تعبان من اللي هو مش سام. بس انت عندك باك جراوند في دماغك ان الثعابين كلها سامه. البارادايم بتاعي انه كلهم سامين. ده اسمه اقترار شعوري. ذهنك جرك شعوريا ناحيه ان التعبان ده سام ومميت، فمجرد انك تشوف حتى اي تعبان بتبقى مرعوب وخايف. فمجرد ان انا اقول لك والله التعبان ده مش سام ومخيف وانا ماسكه في ايدي وجاي اقول لك خد امسكه في ايدك اهو، انت ممكن تمسكه بس وانت ماسكه كده تمسكه على مضض، هتبقى ماسكه خايف ومرعوب كده وكاشش. حتى لما بتروح حديقه الحيوان تلاقي نفسك لما بتتصور وانت صغير لما اهلك كانوا بيصوروك وانت صغير وانت شايل الشبل ولا شايل التعبان كده في حديقه الحيوان او في بيت الزواحف، بتبقى خايف ومرعوب. تكتشف مع الموضوع ان الحاجات اللي انت عارفها بتكون اهم بكتير جدا من الحاجات اللي انت حاسسها. فلما يغلب عليك الشيء اللي انت عارفه بتعرف تنفذ اهو. صح. انا عارف كويس جدا ان التعبان ده ايه، مش سام، بس انا من جوايا حاسس ان التعبان ده ممكن ايه يموتني، لان ده اللي انا ايه حاسه. طب اللي انا حاسه ده عرفته منين؟ من خبرات سابقه قبل كده. اتفرجت على التلفزيون شفت تعبان المومبا البلاك بومبا وهي بتقرص حد، ايه كوبرا وهو بيموت حد. فده جزء مبني على خبره سابقه قبل كده. فالانسان دائما وابدا بيتعامل مع المواقف اللي حوالين منه بالحاجتين دول، اللي انا عارفه واللي انا حاسه. لو اللي انت حاسه طغى على اللي انت عارفه مش هتعمل حاجه، هتقف مكانك. الشعور غمرك خلاص. الله ينور عليك. الاحساس اللي انت حاسه غمر اللي انت عارفه. صح. فلدرجه ان انت تشكك في اللي انت عارفه، تشكك في معرفتك. في معرفتك لدرجه ان انت قاعد في الامتحان ممكن تبقى متاكد 100% في الاجابه اللي انت كاتبها، وعقلك يجرك لامتحان قبل كده انت حليت فيه غلط، ياثر على الاجابه اللي انت كاتبها وانت متاكد 100% اللي انت عارفها.
يبقى دلوقتي بسبب ان انت اقتريت وحصل لك اقترار سوري يعني اللي هو ريومينيشن كوجنيتيف ريومينيشنز او بكونسبت اخر كده نفسيا عندنا اسمه ريليشنال فريم اللي هو بيقولوا عليه الترابط الفكري. ايه اللي حصل؟ ان انت خبرتك الشعوريه السابقه قبل كده ان انت حليت وحش في امتحان ده جرك شعوريا لامتحان انت بتحله دلوقتي، انت متاكد من الاجابه بس عشان خاطر احساسك باللي حصل قبل كده اثر على معرفتك بالسؤال اللي دلوقتي. بطبق الخبره السابقه على الموقف الحالي، وده بوظ الدنيا. ليه بوظ الدنيا؟ لان الاندماج الشعوري بالخبرات السابقه بيفقدك الاحساس باللي قدام منك دلوقتي، بيخليك ما تحس بالواقع. الناس دلوقتي بتبقى ماشيه في الشوارع يا دكتور محمود مش حاسه باللي حوالين منها. ممكن تبقى ماشي في المشروع ما انتش حاسس بالسواق ولا حاسس باي حاجه في المواصلات. ليه؟ انت تم جذبك شعوريا من البريزنت للباست، من الحاضر للماضي، فطول الوقت انت مندمج شعوريا في الماضي وفقدت الارتباط بالحاضر. فدلوقتي الحاضر بتاعك ايه؟ زيرو. ما انتش حاسس باي حاجه. يعني في ناس تحط دماغها على المخده تقعد ساعتين 3 عشان تنام. يحصل لهم اقترار شعوري وبداوا يروحوا طول الوقت للماضي. ودي على فكره من الحاجات السيئه جدا اللي محتاج الانسان يتعامل معاها. ممكن نتكلم عنها بالتفصيل بعد شويه. احنا كده عطينا مقدمه او هنت عن الدبريشن عموما. عايز اخد مع حضرتك اسئله من الاسئله اللي جات لنا على لينك صراحه ونشوف راي حضرتك فيها. حد بيقول دايما حاسه بكآبه وحزن وباخد بالي من اقل التفاصيل ومش قادر انسى الكلام اللي بيجرحني خالص، وده مسبب لي مشكله جدا ان دايما حزينه وكئيبه. هو ده واضح ان هو شخص حساس جدا، وان هو عنده الصلابه النفسيه بتاعته ناحيه الكلام بتاع السلبي اللي حواليه منه بيأثر عليه بشكل كبير جدا. وده بسبب ان هو هتلاقيه من النوع الكتوم وبيسمع طول الوقت حاجات سلبيه عن نفسه. المشاعر السلبيه دي ما بيطلعهاش باي صوره من الصور. ده عمل نوع من انواع الهشاشه النفسيه. فاي حاجه ممكن تحصل حوالين منها حتى لو تافهه وبسيطه بيسبب لها نوع من انواع السنسيتيفيتي اللي هو بيقول على الحساسيه النفسيه. ان مجرد ان اي حد يقول اي حاجه حتى لو كانت بسيطه وتافهه تسبب لها قلق وتسبب لها نوع من انواع الاكتئاب، بتخبط فيا جوه. ده عشان خاطر تتخلص من ده هي محتاجه انها تتخلص من جزء الكبت ده. لازم انها تدور على طريقه تطلع نفسها من الجزء بتاع الكبت النفسي طول الوقت. الانسان لما طول الوقت بيكبت جواه مشاعر نفسيه ده للاسف الشديد بيمتص جزء من الطاقه النفسيه بتاعته ومن الصلابه النفسيه بتاعته. ليه؟ لانه طول الوقت الكبت طول الوقت كابت كميه مشاعر سلبيه كتير جدا. فده للاسف الشديد بيسبب تهالك للايجو بتاعه، ريزيلينس. الايجو ده اللي هو بيحمي الرياليتي بتاعه، بيحمي الواقع بتاعه، بيحمي حالته النفسيه يعني. فللاسف الشديد بينهار من اقل الاسباب التافهه اللي ممكن يتعرض لها في حياته. فالحل الامثل ليها ان هي تحاول تخرج كل المشاعر السلبيه اللي موجوده جواها سواء بالكتابه او سواء حتى بالكلام. احنا عندنا مشكله ان في كتير جدا من الناس ما بتعرفش تتكلم وتعبر عن اللي مضايقها. يعني طول الوقت تقعد تتكلم، يعني اما يتعرض لاي مشكله نفسيه يروح يقعد مع نفسه كده في الاوضه ويقعد يعيط مع نفسه ويقول لك انا كده بقيت ارتحت. انت كده ما ارتحتش. ده نوع من انواع السلوكيات اسمها سلوكيات التجنب، ودي من اسوأ السلوكيات اللي تتعامل فيها مع المشاعر السلبيه. انت ما ارتحتش خالص حضرتك، انت تجنبت. صح. انت ما واجهتش. انت كل اللي حصل ان انت حضرتك قعدت تراكم بهرب من الشعور اللي عندي. فده اسمه زحام شعوري. الزحام الشعوري ده هيسبب لك في حاله من حالات الانفجار. وده اللي مخليها طول الوقت عندها حاله من حالات الاكتئاب وطول الوقت حاسه انها متضايقه ومخنوقه. ليه؟ لان جواها كميه مشاعر سلبيه كتير جدا واخداها من هيستوري قبل كده. الهيستوري ده انها طول الوقت بتراكم ما بتطلعش. فايه الحل الامثل؟ ان هي تطلع، تفنتليت. الفنتليشن ده يا اما بالكتابه يا اما بالكلام. تقعد تتكلم مع حد. جميل جدا. السؤال اللي بعده بيقول عندي تروما بعد موت شخص عزيز بقالي 2 سنين. حاسه اني بقيت بشوف الموت في كل الناس اللي حواليا حتى فيا، وان دي اخر مره هشوفهم وهبقى عامله ازاي من غيرهم. ولما بزعل بفتكر كل اللي ماتوا وكانوا قريبين مني وبيحبوني وببقى عاوز اروح لهم باي شكل. تعبت من الموضوع ده، نفسي استقر نفسيا. اللي انت بتحكيه ده كده حد ممكن يكون متعرض لحاجه اسمها بوست تروماتيك ستريس، اللي هو تروما بعد الصدمه. تروما بعد الصدمه يبقى الانسان ده تعرض لستريس شديد جدا بوفاه الشخص ده واستمر معاه الموضوع ل6 شهور فيما اكثر. واضح ان هو عدى 6 شهور. واضح ان من الكلام لو الموضوع مربوط معاها بفلاش باكس، ان صور كتير جدا بتيجي قدام منها لوفاه الشخص ده او الشخص ده، ومربوط معاها بحته اللي هي بيجي لها احساس دايما انها هتموت، تصحى من النوم مفزوعه مع احساس بالموت، مع احساس انها هتموت خلاص على حافه الموت، مع بانيك اتاك اللي هو حادثه الرهبه او الرهاب اللي بتجي لها دي. كمان النقطه المهمه جدا نايت ميرز، كوابيس. لو بيجي لها كوابيس كتير جدا لها علاقه بالموضوع ده، هي كده محتاجه تستشير طبيب، لان هي كده بوست تروماتيك ستريس ممكن تحتاج تاخد علاج. واضح كمان من طريقتها في الكتابه ان ده مأثر عليها في يومها. ما هو يعني لو اثر عليها في يومها ده علامه كافيه ان ده فانكشنلي او وظيفيا اثر عليها. طالما ان هو وظيفيا اثر على حياتك وسبب لك حتى نوع من انواع الافويدنس اللي هو التحاشي. أيوة. لان واحده من مقومات
ده يندرج تحت حاجه اسمها اضطرابات اللي هي الاضطرابات العصبيه اللي هو الانكزايتي ديس اوردرز. فهو هي واحده من المقومات الاساسيه لتشخيص الحالات اللي زي كده ان يكون عنده تاثير وظيفي على حياته الوظيفيه او حياته الاجتماعيه، وفي نفس الوقت سلوكيات تحاشيه او سلوكيات اللي هي تجنب. سلوك تجنب، ايه سلوك التجنب ده؟ اللي هو طول الوقت منطوي وقاعد مع نفسه ومش عايز يشوف حد ولا عايز يشوف حد ولا عايز يتعرف على حد ولا عايز يكلم حد. دي ايه السلوكيات الافويدنس؟ هو بيتحاشى طول الوقت في حته انه مش عايز يتعرض للمواقف دي، عشان كل مره بيتعرض لاي حد من الناس بيبدا يفتكر الحته دي مره تانية، فعشان خاطر ما يفتكرش يبدا يعمل ايه؟ ينطوي وينزوي ويقعد مع نفسه في البيت. لو ده بيتكرر معاه كتير تستشير دكتور. تمام. السؤال اللي بعده، لو الانسان بيختبر اكتر فتره اكتئاب هو بيمر بيها، ازاي يخرج منها ويقوم من السرير؟ وهل يقدر يرجع لحياته الطبيعيه ويحط احلام ويسعى لها مره تانية من غير ما يشوف كل حاجه سودة وان مفيش حاجه تستحق العناء؟ بص، هو مريض الاكتئاب للاسف الشديد هو يعني الحاله بتاعته بتكون يعني صعبه ومحتاجه فعلا سبورت، محتاجه دعم، ومحتاجه ان الكل يتكاتف حوالين منه. لان النوع ده من المريض للاسف الشديد بيكون زي ما قال كده بيك، العالم بيك في التشخيص او في الدياجنوزس، قال لك ان الراجل ده للاسف الشديد بيكون شايف الدنيا كلها سوداويه. مش شايف الناس بس، كمان ده شايف الناس وشايف نفسه اقل من الناس، وشايف المستقبل أسوأ حاجه في الدنيا، حتى يقولوا عليها اليأس. وعلى فكره دي نقطه من النقط الخطيره جدا اللي بتسبب مريض الانتحار، ان هو مريض الاكتئاب ان هو ينتحر، او مريض الاكتئاب بينتحر لانه بيكون عنده يقين داخلي ان الوضع اللي هو حاسه دلوقتي لن يتغير. فانك تحس احساس ان اللي انت حاسه دلوقتي مش هيتغير، ده بيكون دافع ان انت تموت. ما هو الحاله اللي انا حاسسها دي مش مستمره معايا، يبقى انا خلاص هعيش ليه؟ ما مش هيتغير الوضع ده. صح. هو طبعا السؤال اللي بيتسال دلوقتي هو عايز يقول لك انا الوضع ده هيتغير معايا. هيتغير معاك لو انت التزمت بالعلاج مع شويه علاجات نفسيه، ممكن الامور تمشي معاك كويسه جدا يعني. طب ممكن معلش اخد من كلام حضرتك نقطه العلاج، لان انا جالي سؤال في النقطه دي، اللي هو يعني البرشامه اللي انا هاخدها دي فعلا يعني هي دي اللي هتشفيني؟ ايوه طبعا، لان جزء كبير جدا من الاسباب النفسيه، واحده من النظريات الرئيسيه اللي اتبنى عليها المرض النفسي هي النظريه الخاصه باضطرابات الكيمياء المخ. اضطراب كيمياء المخ واحده من الاسباب النفسيه، يعني هو طبعا اسباب كتيره، بس واحده من النظريات النفسيه القويه جدا اللي استندت على اسباب المرض النفسي هو اضطراب كيمياء المخ. وواحده حتى من الافتراضات اللي ادت دليل مدمج بحثيا على السبب ده المخدرات. ما هو الناس اللي بتتعاطى مخدرات بيحصل لها اعراض نفسيه ليه؟ صح. لان المخدرات في الاساس بتعمل ايه؟ لعبت في كيمياء المخ. في كيمياء المخ. فبالتبعيه انت لو ظبطت كيمياء المخ الاعراض اللي عندك ممكن تختفي. فعلا يعني احنا بخبراتنا في مجال العلاج النفسي والتمريض النفسي، كتير جدا من المرضى النفسيين لما بياخدوا العلاج وبيلتزموا الامور معاهم بتبقى تمام جدا ومستقره كويس جدا. اي نعم يكون في دعم من طرق تانية غير العلاج، بس العلاج واحده من الوسائل المهمه جدا اللي ممكن تساعد المريض ان هو يتغلب ويخرج من الموضوع. فطبعا ممكن يخرج من النفق ده لو التزم بالعلاج. دلوقتي بقى دكتور ايمن، عايز اخد حضرتك من الاكتئاب للبلاوي اللي بتسبب الاكتئاب. العلاقات، جزء العلاقات والكلام في العلاقات، ما شاء الله النهارده يعني مصر كلها بقت خبيره علاقات وبتتكلم، فالجزئيه دي احنا محتاجين فعلا نقف عندها شويه ونستفيد بقى ايه من خبراتك فيها. هاخد برضو شويه اسئله من اسئله الناس، يا رب نقدر نغطيها كلها. يعني اول سؤال بيقول انا معامله والدي الوحشه ليا خلتني بنجذب للرجاله الكبيره في السن، الفرق بيني وبينهم ممكن يكون داخل في 20 سنه، مش عارفه اعمل ايه وخايفه ما اعرفش احب حد من سني. والله بص، كنت تكون الحته دي لها علاقه بالنيدز، بالاحتياج. هي واضح من اللي انت بتحكيه ان هي عندها فقد الاحتياج الابوه، فهو ده اللي بيخليها دايما تتجه لناس كبيره في السن، لان الحب للكبير في السن مش حب مبني على زوج، هو مبني على ابوه. وتيجي هنا بقى النقطه الخطيره، هي محتاجه انها تبقى اوير بس بالنقطه دي. جميل. انت انجذابك للشخص الكبير ده هل نابع من حته حب زوج؟ ما اعتقدش. باللي انت بالخبره اللي بتحكي، لا ده ابوه، دي نقص في الابوه، لان هي ما لقتش الرول او الدور بتاع الابوه في ابوها، لانه كان قاسي معاها. فهي لما بتسعى انها يعني تتقرب او تنجذب لحد في نفس سن الوالد، ده بيكون نابع من حته الابوه اكتر من انه يكون نابع من حته الزوج. فساعه الاختيار لازم تكون عندها حته الاويرنس، الوعي. هو انا هنا لما اجي اختار حد، هل بختاره عشان يديني الابوه ولا بختاره عشان يديني الزوج؟ هو الزوج بطبيعه الاحوال بيديك الدورين، يعني هو الزوج كده كده بيدي لحضرتك الدورين. فانت لو اديتي لنفسك الفرصه
حس اللي انت حساه، يعني خلي احساسك ناحيه الشخص الكبير بالاحساس ده. والله انا من جوايا ساعات بميل شعوريا ناحيه كبار السن، بس ادي لنفسك فرصه انك ترتبطي بحد من سنك، تمام؟ وساعتها لو جربت الخبره الشعوريه بتاعت الشخص ده هتلاقيه بيديك الاحساسين اللي بيقدم لها الدورين فعلا. هيديك الدورين في نفس الوقت، هيديك احساس الزوج وهيديك احساس الابوه في نفس الوقت، وهنا يبقى عوضت الاثنين مع بعض. جميل. تمام؟ انت بس كل القصه كلها ان اللي ملخبطك هو الموضوع ده، فانت محتاجه شويه تسالي نفسك السؤال ده، هو انجذابي للكبار هل انجذاب حب بتاع زوج، يعني حد هرتبط بيه زوج كزوج، ولا انجذاب حب نابع ان انا كان عندي مشكله وبعوضها في الابوه وبعوضها؟ اعتقد ان الاوبشن الثاني او الاختيار الثاني هو الاختيار الاصوب، وبالتالي عليها انها تدرك ده وتتقبل الاحساس والشعور ان طبيعي. بص، هو الانسان ساعات عليه في بعض المواقف ان هو يتقبلها، المواقف اللي ما يعرفش يغيرها. يعني انت اتولدت في اسره، الاسره دي عنيفه وتعرضت لعنف اسري، يعني انت ممكن احيانا الانسان يقعد يلوم نفسه بشكل كبير جدا على الامر ده. انت معلش، انا عارف كويس جدا ان في كتير جدا من الطلاب وكتير جدا من الناس اللي بتطلع من اسر عندها عنف اسري بيبقوا ضحايا، ودي كارثه كبيره جدا، وعندك حق في الموضوع ده، وكتير من الناس بيبقى عندها حق. وللاسف الشديد لازم يكون في توعيه كبيره جدا عن طريقه المعاملات الاباء للابناء والامهات للابناء، لان الموضوع خطير جدا ويستدعي وقفه يعني. ولكن الشاهد من الموضوع ان الانسان خطوه من الخطوات المهمه جدا اللي هو ما يحاسبش نفسه على اللي اتربى عليه في بيته، لان ممكن ساعات تكون انت غصب عنك اتربيت في اسره غير سويه. انت تحاسب نفسك على تعرف تعمله في نفسك دلوقتي. صح. ايه اللي اعرف اعمله دلوقتي؟ انا مسؤول عن نفسي في الفتره الحاليه، انا ابن الحاضر وليس ابن الماضي. صح. تمام؟ فما ينفعش الانسان طول الوقت يجلد نفسه بالماضي. الماضي خلاص، الماضي اتكتب واتقفل وراح. تقدر ان انت تبدا صفحه جديده، تقدر ان انت تبني شخصيه جديده. النقطه الثانيه المهمه جدا ان انت كبني ادم، ايه اللي بيبني شخصيتك؟ الصدمات. اللي بيبني شخصيتك انك تجرب وتغلط وتصلح، هو ده اللي بيخليك انسان ناضج. يعني بحثيا الاشخاص اللي بيتعرضوش لمواقف كتير في حياتهم بيكونوا ضعاف شخصيه. يعني انت لما تيجي تاخد اي حد من بيت منغلق ومنزوي ومقفول عليه البيت طول الوقت، والام مش بتطلعه يختلط بالناس، بيطلع انسان عنده مشكله وثقه في النفس كبيره. ليه؟ لانه ما تعاملش، ما اختلطش، ما جربش، ما غلطش وتعلم. فالانسان طبيعه الاحوال لازم يغلط، فكل ابن ادم خطاء وخير خطائين التوابون، ده ربنا اللي بيقول كده. يبقى انت لازم تغلط، انت اصلا مولود عشان تغلط، انت اصلا اصل من اصول الحياه واصل من اصول العباده لله والتقرب الى انك تغلط. يعني انت طبيعي انك تغلط عشان تستغفر وتقرب لربنا فتصلي فيا رب توب عليا. مفيش انسان في الدنيا عايش على وجه الارض ما غلطش، كله غلط، والانسان كله طبيعته انه يغلط. فما ينفعش ان انت لما تغلط تحبس نفسك في الغلط طول العمر. خلاص تجاوز الغلط ده وتعلم منه، واعرف ان انت كشخصيه اللي بيخلي شخصيتك تنمو هو الغلط. صح. ما انا لما اغلط خلاص اتعلمت، عرفت الصح ايه واتجنب الخطا، يبقى مش هكرر الغلط دي. خلاص الموضوع يحصل كده. انما انت ما تجيش تقول لي انا ما غلطش، لا طبعا تغلط عادي جدا على فكره، اي انسان معرض انه يغلط. صح. تمام؟ اي انسان معرض انه يبتلى. فالابتلاء كمان في العلاقات، يعني اعتقد اني طرحت الموضوع ده، الابتلاء في العلاقات. يعني ليه انت تزعل لما تصاحب واحد ويطلع مش كويس معاك؟ انت ابتليت بالشخص ده، وجود الشخص ده في حياتك علمك حاجه على مستوى المعاملات، علمك حاجه على مستوى اختيار الاشخاص، علمك حاجه على مستوى اختيار الزميل، اختيار الصديق، اختيار الزوج واختيار الزوجه، والعكس صحيح. فوجود الاشخاص في حياتنا احيانا بيكون ابتلاءات. الشخص وجد في حياتك عشان خاطر وابتليت بيه، فابتلاءك بيه علمك حاجه في شخصيتك. اي واحد مننا بيتعلم بالعلاقات. يعني انا افتكرت من كلام حضرتك في ايه في القران بتقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. فسبحان الله بتبقى ساعات في علاقات فعلا بتبقى ابتلاءات او اختبارات، او بنطلع من تعاملنا مع الناس دول بحاجه معينه او بدرس بيكمل معانا بقيه حياتنا. صحيح. فهي المفروض في الوضع ده المفروض انها تبقى واعيه ومدركه الاول للامر ده، وفي نفس الوقت تدي لنفسها الفرصه انها تختار حد من سنها. هتلاقي في الحاجتين، جميل جدا، حب الاب وحب الزوج. حد بيتكلم على التعامل مع بيئه العمل السامه، بيقول لك انا عندي اشخاص مؤذيين ليا نفسيا في الشغل، ولو اتكلمت في حدود الشغل والحالات يبقى ببص لزمايلي وازاي اتكلم عليهم، وهو اصلا كل حاجه ماشيه معاهم بالكوسه. هل الافضل ليا اني اواجههم ولا اتجنبهم وخلاص، واللي عايز يعمل حاجه يعملها؟ خليك في نفسك. يعني انت في العلاقات انت خليك في نفسك. انت ما تشغلش نفسك بيهم. الانسان المفروض يبقى مقياسه في العمل نفسه. انا ماليش دعوه ده بيقول ايه، ولا دول المفروض هيقولوا عليا ايه، ولا دول المفروض بيتكلموا عني بيقولوا ايه، ولا الكلام ده كله. يعني بلاش اواجه الشخص المؤذي معايا في الشغل، اتجنبه. هواجهه اقول له ايه؟ يعني اللي انا معايا شخص في الشغل معايا، الشخص ده مؤذي، اللي بينه وبينه ايه؟
شغل. هل في حاجه تانية بره الشغل؟ لا. احنا مشكلتنا كشعب مصري ان احنا دايما معانا شغل وكذا. شغل وبنقعد نتغدى مع بعض، شغل وابن خالتي، شغل ولازم يجي معايا البيت اشربه عصير قصب، يعني عارف انت، شغل ولازم اعرفه على ماما وبابا، شغل لازم احكي له احنا طبخنا ايه النهارده. تمام. فتبدا العلاقات تنطلق وتخرج من مبدا الشغل لمبدا حاجه ثانيه، وتخش هنا بقى يبدا الكارثه الكبيره. انا طول ما العلاقه بالمنظر ده هعرف احكم الشغل ازاي؟ ما هو الشغل المفروض يبقى شغل، صح. مفيش مانع ان الشغل يبقى فيه جانب اجتماعي ولو بسيط، صح. مشاركه اجتماعيه ولو بسيطه، ولكن الامر لا يوصل لمرحله اللي هو الايه، الشخصنه، ونبقى بقى في نوع من انواع خلاص بقى ده احنا بقينا حبايب واخوات. هنا مش هعرف احكمها، صح. واحنا على فكره في تخصصاتنا احنا وخصوصا احنا كتمريض الحته دي خطيره جدا على فكره، لان انت ما ينفعش مثلا تنزل في مكان عمل انت مثلا سوبرفايزر وداخل تشتغل بالحب بقى، انت مختلط في العلاقات ابعد من الشغل. فهنا القصه بعد، مش هتعرف تحكم التيم. صح. فمهم جدا في مجال العمل انك تخليك في العمل. في ناس تقول لك انا ما اقدرش اشتغل كده، لازم لا يبقى في سوشيال. محتاج انسان يكون عنده ذكاء اجتماعي عشان يعرف يفصل بين الحاجتين دول. انا ممكن اخليك تحترمني في الشغل غصب عنك، لو انت ما تقدرش تفصل الفصل يعني الحاجتين دول بلاش. لان في ناس ما بتعرفش تفصل. يعني ايه ما بتعرفش تفصل؟ يعني انا لو قاعد في الشغل غصب عني انا اجتماعيه، انا اقعد اتكلم كده وعامله كنترول لنفسي، ومع الوقت يا خلاص نادي ناكل سندوتشين مع بعض والموضوع يتطور ابعد من الشغل في حاجات تانية، نبدا نحكي بقى وبابا قال لي واحكي واعرفها باخواتي البنات واروح البيت عندهم وتيجي البيت، ما بقاش شغل، وعارف بقينا اصحاب والكلام ده كله. تمام. ونكتشف بعد كده ان لا ده صداقه، ده طلعت الصداقه دي مش حلوه خالص وتعبنا نفسيا وبتاع. هو من الاساس خالص على فكره هو الشغل، طالما انت رحت مجال الشغل وحاسس ان مجال الشغل متعب نفسيا، لو انت تقدر تسيبه سيبه، وخصوصا لو هيأثر على اخلاقك. دي نقطة مهمة جدا. يعني انت لو عايش في مكان او شغال في مكان حاسس ان اخلاقك هتبوظ بسبب وجودك فيه، رزق ورزقك على الله. صح. طالما الموضوع له علاقه بخلقك وباخلاقك سيبه وروح مكان تاني. واعتقد احنا في التمريض اكتر، يعني لينا اكتر من مكان، يعني ما نوقفش على مكان واحد. طالما ان اخلاقك هتبوظ، انت حاسس ان انت سلوكك بدأ ينحرف، ولازم تكون انت في معيار محاسبه لنفسك. هو انا زي ما انا ملتزم خلقيا الدنيا لو ولا الدنيا باظت معايا؟ ما هي برضو النقطه دي مهمه على فكره، لان مشكله المجال بتاعنا ممكن يبوظ اخلاقك لو انت دخلت ببيئه سامه، خصوصا في وسط الاشخاص، لان بيكون في انتيميت زون جامد جدا في مجال العمل، لان انت قريب جدا من الناس، بتشتغل في عنايه مركزه مقفول عليك مع مرضى ومع زملاء، فالموضوع شويه لو ما حكمتهوش بقوه فيما لا يتعدى العمل هيبقى صعب قوي. فمحتاج انسان عنده الذكاء الاجتماعي اللي يقدر يفصل بين العمل وبين الحياه الاجتماعيه. لو ما عندكش ده وحاسس ان انت هتنغمس بقى وانا تعبان ومش قادر، انا طول عمري مؤمن بالموضوع ده، طالما ان الشغل جه على حساب حالتك النفسيه ومش قادر ان انت تعمل حاجه، خلاص سيبه. لو تقدر تسيبه، لو تقدر تسيبه. جميل. مش قادر تسيبه يبقى تقبل الامر وحاول ان انت ما تتجنبش بقى، لا حاول ان انت تغير اللي تقدر تغيره. ايوه. وتتقبل اللي ما تقدرش تغيره. طيب السؤال بقى ايه، يعني احنا معانا اسئله كتير جدا في جنب العلاقات ده، بس انا عايز اخد من حضرتك روشته كده اللي هو ايه للموف اون، او ازاي انا اتخطى علاقه كانت سنه، كانت سنتين، كانت 3 سنين، كنا بنموت في بعض، خلاص انا دلوقتي في اتجاه وهي في اتجاه، ايه المفروض اللي انا اعمله لو انا مثلا عدى عليا وقت، لا والوقت ده بيطول وانا ستيل واقف مكاني ومش عارف اتخطى العلاقه دي ولا عارف اخش في العلاقه دي. انت من وجهه نظرك كده لما نلاقي ان العلاقه خلاص خلصت، اقدر انا اعمل موف اون ازاي؟ ايه الروشته اللي المفروض امشي عليها؟ ايه الاخطاء اللي ممكن اتجنبها وما اقعش فيها؟ اي حد دخل علاقه ويفضل مش قادر يتخطى العلاقه دي، دايما بيكون سايب ديول للعلاقه حوالين منه. سايب ايفيدنس. الايفيدنس ده يا اما بيكون كتابات، يا صور، يا اما مسجات، محادثات، رسائل صوتيه مبعوثه. فيقعد مع نفسه وهو قاعد على السرير كده يشغل الفويس ويقعد يعيط، بكاء وعويل، عارف انت، ويشرب الليمون ويعيط، عارف انت، والمناديل جنب منه وبتاع وحاجات من دي، ويعيش بقى الاكسبيرينس دي مره ثانيه. طب وليه ما كناش كملنا مع بعض؟ طب ليه ما كناش، احنا كان زماننا روميو وجولييت الجزء الرابع ولا الخامس. ويعيشوا، عارف انت، يعني بيبقى حاجه غريبه جدا الانسان ممكن يبدا يفكر بالطريقه دي. الفكره فكره ان انت طالما خدت القرار انك تقفل باب العلاقه لازم تقفله بالترباس، عارف انت، بالضبه والمفتاح. يعني ايه؟ اي ديل يفكرك بالعلاقه لازم ان انت تحذفه. يعني كل المسجات احذف. انا اعرف ناس بتعمل كده، يعني اعتقد ان سرعه البنات في الموف اون اكتر من الولاد.
اللي هو تيك ما اعرفش يعني سلكت تقول دي ممكن تكون حته كده لها تحيز كده شويه، بس انا يعني اعتقد الحته دي شويه، والعكس صحيح والله، ممكن كده وممكن كده، ممكن الولاد عندهم بحسها بتعتمد على شخصيه بتعتمد فعلا على الشخصيه اكتر، بس هو ممكن تكون برضو مقاييسها لها معايير كتير ومقاييس كتير، بس هي فعلا الاعتماد بيرجع للشخص نفسه. عندك حق في الحته دي، بس دايما البنات يعني بيكون عندهم الصعوبه دي اكتر، لان هم دايما هم اللي بيكون عندهم ديون اكتر للموقف، ما بيقدروش يستغنوا عنه. يعني تقعد تقول لك ايه، انا لسه مستنيه ممكن يتصل بيا تاني، ممكن يرد يرجع، ممكن كذا، ممكن ايه، ما خلاص قال لك مش مكمل، هي عافيه، ما يعني خلاص الموضوع خلاص كده. وللاسف الشديد التعلق شويه عند البنت بيكون اكتر برضو، يعني برضو الحته دي شعوريا بتكون اقوى يعني، واعتقد دي نقطه لازم نقف عندها شويه. مبدا العلاقات في العموم لازم يكون له حدود، وخصوصا العلاقات العاطفيه. هي للاسف الشديد احنا عندنا دلوقتي في المجتمع بتاعنا العلاقات العاطفيه ما بقاش لها حدود، انت ما تعرفش الفريم اللي انت بتقيس على اساس العلاقه العاطفيه. تمشي في العلاقه في مشوار طويل قوي لحد ما توصل لمرحله لودنج للعلاقه 60-70%، وبعدين تقول ايه، انت لسه ما عملتش حاجه. يعني انت ما دخلتش البيت اصلا، ما لبستش دبله ولا خطبت، وعملت لودنج ايموشنال للعلاقه 70-80%. انت بتقول المده دي كلها بتعمل ايه؟ صح. قال لك احنا محتاجين نتعرف على بعض. لا، ما فيش حاجه اسمها كده في الاول، او جايين نكتشف بعض دلوقتي بعد ما ما فيش حاجه اسمها كده من الاول. هو مبدا العلاقات لازم يكون ليه فريم، وعشان خاطر الحته دي لازم يكون مقيد بالشرح. دي وجهه نظري بصراحه، يعني انا هتكلم هنا وجهه نظر دينيه وشرعيه. مقيد بالشرع يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الدنيا تبقى متسابه كده. صح. يعني في ناس يقول لك انا نقعدوا سنتين الاول وبعدين ابقى اجيبوا البيت اعرفه بماما وبابا. يعني هي تقعد سنتين ولا هو يقعد سنتين ماشي كده، وبعد السنتين نفكر بقى نقلبها رسمي. تعالى بقى خش رسمي. يجي يدخل رسمي يلاقي في حاجات هو ما كانش عامل حسابه فيها. يعني هو مشكله العلاقات العاطفيه بالذات، هم مش عارفين ايه الغلاف بتاعها. الغلاف بتاعها فيه حاجات تانية انت ما تاخدش بالك منها، في ريسبونسبيلتيز، في ديوتس، واجبات عليك انت لازم تعملها. الموضوع مش جاست تقول لي حب وخلاص كده والموضوع خلصت اعتماد شعوري على بعض وخلصنا. لا، في يعني في غلاف ليه مغلف بالمسؤوليه بيعتمد عليكم انتوا الاثنين. الخطوره بتنبع من ان انت لما بتيجي تخبط في الحيطه دي بيؤدي الى انت للاسف الشديد يحصل نوع من انواع المشاكل النفسيه بسبب الديتاتشمنت، انفصال. وده بيحصل كتير جدا من دول، كميه انفصالات بتحصل بشكل مهول بشكل كبير جدا. ليه؟ اولا بسبب ان انت بتاخد وقت طويل جدا تبني علاقه نفسيه، والعلاقه النفسيه دي بيكونش ليها قيود عائليه. صح. ودي النقطه المحوريه على فكره. انا بنصح كل ولد وكل بنت، وخصوصا كل بنت، لان الولد ما بيعملش حساب الحته دي قوي على فكره. بس البنت هي اللي مهمه جدا عندها الحته دي. انا وجهه نظري انا ما تخشيش في اي علاقه نفسيه عاطفيه من غير ما يكون في قيود عائليه في العلاقه دي، عشان تحمي نفسك وتحمي مشاعرك. صح. يعني تحمي نفسك وتحمي مشاعرك في ايه؟ ما هي مش معلش ام سوري، يعني انت من السوبر ماركت. يعني انا من السوبر ماركت داخل اخد منك شويه مشاعر واطلع وخلاص كده. في نوع من انواع الاستغلال الشعوري بتتعرضي ليه، وده بيستنفذ طاقتك النفسيه وبيأثر كمان على شخصيتك. يعني انت لما تتعرضي لكتير جدا صدمات في الامر ده يجي لك مشكله في العلاقات، فتلاقي نفسك عندك مشكله بعد كده في الارتباط وفي التراست كمان. خلاص بقى ايشوز، مش عارفه تختارتي ولا عارفه ترتبطي بحد. صح. وعندك ازمه كبيره جدا في ارتباطك باي شخص، ودي كارثه كبيره جدا. فانا وجهه نظري انا لازم العلاقات العاطفيه تكون مقيده بقيود عائليه. لازم العيله تكون طرف في الموضوع، حتى لو بشكل رسمي، بس العيله تبقى عارفه. يعني لازم اقول معرفه العيله، انما بره حدود العيله دي مصيبه في حد ذاتها. والعيله تبقى عارفه كلها، يعني ابويا وامي عارفين. لان ابوك وامك لما يعرفوا، والدك ووالدتك لما يعرفوا، هيقيدوا العلاقه دي بحدود محدده. لا ما ينفعش تخرجي دلوقتي، لا ما ينفعش تبقى كذا. انما لو الموضوع متساب كده دي كارثه كبيره جدا. طبعا نرجع لنقطه ثانيه محوريه غايه في الخطوره، ليه اصلا الناس بتلجا لهذه العلاقات؟ ما هنرجع للاصل. ده سؤال مهم. نيدز، حاجات. المشكله الرئيسيه ان بقى في نوع من انواع الجفاء الشعوري داخل البيوت. يعني تلاقي الاب والام مش بيقربوا قوي لاولادهم، فتلاقي البنت مش لاقيه حد تلجا له شعوريا للموضوع ده، فبتلجا لمين؟ ممكن تلجا لاي حد في لحظه ضعف. تمام. وطبعا الشيطان بيبقى شاطر وبيبدا العلاقات تبدا من هذا المنطلق، تلاقي بقى شويه حنيه، حد داخل يهتم، وكل العلاقات بتبتدي بحته الاهتمام. فهنا تيجي الكارثه الكبيره انها مش لاقيه ده. فانا بنصح برضو من البودكاست بتاعك ده ان المفروض الاباء والامهات عليهم دور. الدور بتاع حضرتك بينبع ان انت لازم تدي لاولادك حب، تديهم مشاعر. لما يحسوا المشاعر والحب ده مش هيلجأوا للحب والمشاعر من بره البيت. صح. تمام. واجب عليك انك تقول لهم انا بحبكم، واجب عليك انك تقول لهم الكلام ده حتى من غير سبب. صح. بسبب ومن غير سبب. انا ما اقدرش استغنى عنكم، انتوا نور عينيا، انتوا اللي ما اقدرش اشوف الدنيا كلها من غيركم. فلازم طول الوقت تبني الشعور ده. لو الابن والبنت اتولدوا في بيئه طول الوقت ايموشنالي
طول الوقت حاسس ان النيدز دي طول الوقت ملباه داخل البيت لن يلجأوا لخارج البيت. خلاص ما انا ملبيها لك. حتى لو حبيت تلجأ لخارج البيت عمرك ما هتطلع بره البيت من غير ما تاخد المفتاح مني. بابا انا قررت ان انا ارتبط بحد، خلاص هتاخد الاذن منك عشان خاطر تحط حد مكانك. وكمان في نفس الوقت يوم ما تختار حد مكانك هتختار حد يديها حب شريف. على فكره هتختار حد يديها حب شريف، لانها لما خدته من ابوها او خدته من اخوها او خدته من والدتها. فالنقطه دي مهمه جدا يا جماعه. الاباء والامهات عليهم دور مهم جدا ان هم يقولوا لاولادهم احنا بنحبكم، ان هم يقربوا اكتر من اولادهم. وزي ما قلت لكم وزي ما بقولت قبل كده وبقول طول الوقت، مفيش مانع انك تكلم ولادك مكالمه تقول لهم انا بحبكم فيها من غير سبب كده. الله. عادي عادي. أيوة. الاحساس حلو، الموضوع ده جميل، انك تقول له انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك، انتوا نور عينيا انا ما اقدرش استغنى عنكم. انك تاخدهم وتفسحهم مع نفسك كده، انك تقعد معاها في اي كافيه وتشربها حاجه ساقعه وتجيب لها الايس كريم اللي بتحبه او تجيب لها العصير اللي بتحبه. للاسف في اباء كتير جدا ما بيعرفوش يعني الموضوع على فكره مش متعب ومش مكلف وما بياخدش اي جهد. ما انا فاهم بس الفكره كمان بتبقى في الباك جراوند بتاعه الاب ذات نفسه. هو لازم الفكر يتغير. بالظبط. الفكره دي محتاجه تتغير. بالظبط. الفكره دي محتاجه تتغير. الجيل دلوقتي اللي طالع للاسف الشديد مش بيلاقوا دول موجودين في البيت، فبيلجأوا بقى للطرق دي. غير بقى الانفلونسنج والفيسبوك والتويتر وتاثير السوشيال ميديا. الرول موديل اللي بيشوفوه دي كارثه كبيره طول النهار والليل. دي كارثه كبيره. انت بتيجي تبص دلوقتي كل اللي راكبين في المشاريع في اسكندريه او في اي مكان في اي حته ماسك الموبايل وقاعد انفلونسر بقى، جايبين 2 زينب وقع مش عارف مين ومش عارف مين علي ومش عارف مين مش عارف تفيده وزغلول، حاجات اسامي غريبه جدا فجاه تلاقيهم طالعين. بعدين بقى الخطوبه تمت وكله بيزغرت ويلا يا جماعه ناخد الورد ونروح ومن بيت اهاليكم اتفسخت وبعدين الخطوبه باظت. تراست ايشوز مالهمش، عارف انت تقوم يقول لك ايه، مالهمش امان الرجاله دول تشرفكوا اصلا. أيوة. ولسه يعني عايزين تتجوزوا. انا عارف. ايوه انا كده ساعات بستنى البوست ده يجي لما 2 ينفصلوا. اصلا العلاقه بينهم هما الاثنين علاقه بروفيت وين. صح. هم اصلا رايحين بصي احنا هنعمل مع بعض. عارف انت الكبير قوي جاب حلقه كده اتكلم عنها في رمضان اللي فات لما جاب ايتن عامر واتكلمت عن خطوبه عشان خاطر نجيب فيوز. هو كده. فتخيل حضرتك اللي بيأثر فيكي هو شخص اصلا بيعمل ده اسلوب عشان ياخد منك فلوس دعايه فور ماني. انت بقى داخله وواخده ده موديل لا انا لازم كذا. صح. انا لازم كذا ومش لازم كذا. وفي فكر كده في شباب طالع دلوقتي يقول لك انا اهم حاجه عندي الفيوز، اهم حاجه عندي ان انا اجيب فولورز. أيوة. وتيجي تبص تلاقي دلوقتي عارف انت رويبضه. الدنيا بقت مليانه دلوقتي للاسف الشديد. ناس كتير جدا بتتكلم ومحدش عارف مين اللي بيقول ايه. سؤال، لو انا حاسه دايما ان شريك حياتي بيقلل مني او شايف كل مميزاتي عاديه او تعتبر عيوب كمان، اتصرف ازاي؟ كلمته اكتر من مره اني ما بحبش كده ودايما بيتجاهل زعلي. ده دومينيشن، ده اللي هو هيمنه. هي وسيله من وسائل الهيمنه. يعني من الاخر 100% هي عامله الند بالند، يعني انت بتتعامل مع الند بالند. هي عايزه توصل له احساس ان انا زيك، انا ممكن اكون احسن منك، انا معايا شهادات زيك، انا معايا كذا زيك. فالوسيله الوحيده اللي بيحس انه مهيمن عليها انه يقلل من الحاجات اللي هي واخداها او التعليم اللي هي واخداه او اي حاجه. عارف انت كانه بيتنمر عليها. هو كانه اسلوب كده ليه علاقه بالتنمر. طب هي تعمل ايه؟ تقول له والله بس انا بحبك على ما انت. والله بس انا بحب فيك كذا. تبدا تشاور على مميزاته هو. يعني هي ليه مش واخده بالها ان ممكن يكون ده في التحليل السلوكي ان هو بيعمل ده عشان هي تبدا تركز شويه فيه. مش ده زوج. لازم يحس ان هو الزوج، لازم يحس ان هو اهم حاجه. يعني عارف انت، فهي وسيله من وسائل الهيمنه. يعني انا وجهه نظري انا تحليلي يعني للكلام ان هو نوع من انواع الوسيله اللي بيحاول ان هو يسيطر ويهيمن عليها. فانا مش عارف اهيمن عليها لانها عامله حسابها الند بالند. هي وارد انها بتتعامل مع الند بالند، انا متعلمه انا كذا وانا ما بحبش طريقتك انك بتقلل مني. طب معلش، ما ممكن يكون عنده احساس ان هو عايزك مره تقولي له انت اهم حاجه، انت تاج راسي. هو عيب انك تقول له تاج راسي؟ ما زوجك هتقول له ايه يعني؟ بس انت من وجهه نظرك لو هو فضل يتمادى بقى في ده؟ لا مش هيتمادى لو عملت اللي بقول عليه. تجرب. كيفيه التعامل مع شخص عنده صدمه عاطفيه سابقه وادت لتغير سلوكه وعدم ثقته في الناس واظهار شخصيته الحقيقيه؟ عنده صدمه عاطفيه غيرت في سلوكه. طب هو كويس، هو قوير اهو باللي اتغير فيه. هو واعي. يعني هو كويس جدا ان هو واعي، يشوف ايه اللي اتغير في سلوكه ويحاول يصلحه. يعني هو بدأ بالخطوه الاولانيه، هو واعي خلاص، يعمل بقى ورقه كده وقلم ويكتب بحاجات بالظبط اللي اتغيرت فيه ويبدا يشتغل على نفسه ويغير في الحاجات اللي ما اتغيرتش فيه. طب هو دلوقتي بيقول لك عاطفيا انا مريت بظروف عاطفيه، يتخطى. لسه متكلمين على العوالم. يتخطى. انت خلاص العوامل العاطفيه اللي مر بيك ده بنى جوه في شخصيتك حاجه. صح. ما ينفعش تقول انه بنى في شخصيتك حاجه وحشه.
ما خد العكس، ما يكون بينا حاجه حلوه. صح. خلى شخصيتك اصلب، خلى شخصيتك اقوى. ليه بقى انت حاصر نفسك وزانق نفسك في الحته بتاعت الخبره دي او الفشل اللي حصل في الموقف ده ومش عارف تتخطاه؟ تخطى عشان تعرف تبني علاقه جديده. انما طول ما انت واقف في الكورنر ده مش هتبني علاقه جديده، ولو بنيت هتبنيها فاشله. تخطى. تمام. انا دايما قلقانه ان ممكن يجي الاحسن. لو قابلت بالعريس ده حتى لو شايفاه مناسب ليا جدا، خايفه لا اضيع عليا فرصه كانت ممكن تبقى احسن. خايفه اخد كورس انجليش لا كورس الالماني يكون افضل. الدايلما بتاعت اللي هو انا ممكن اخد حاجه لا ده هيفوتني حاجه احسن. بص، هو العقل البشري من طبيعه شغله او من طبيعه الميكانيزم بتاعته في الشغل ازاي بيشتغل ان هو طول الوقت بيتجول بين الماضي وبين المستقبل. هي مشكلتها انها عندها مشكله كبيره جدا ان عقلها دايما بيتجول بين المستقبل وما بتقدرش تثق في القرارات اللي بتاخدها في الحاضر. هي عندها مشكله في الحته دي كلها. هي كل القصه كلها محتاجه ان هي القرار اللي تاخده في الحاضر تحط الايفيدنسز اللي هي اختارته بناء عليه. ايه هي الدلائل اللي اختارت على اساسها القرار ده، وما تفكرش في المستقبل. يعني انا مثلا انا عايز اخد كورس انجليزي. ليه؟ اكيد في دلائل، في مبررات لاختياري هذا الكورس. هحط المبررات دي قدام عيني بس. ليه بقى؟ لان انا حطيت التوقع قدام مني، هلغي كل الايفيدنسز الملموسه وهحط قصاد منها ايفيدنس غير ملموسه. المستقبل حضرتك عارفاه؟ لا ما تعرفوش. يبقى هنا عرفت ايه اللي انا قلته معاك في الاول خالص، اللي هو ايه يا فندم؟ ان انت خلطت بين اللي انت بتحسيه طاغى على اللي انت عارفاه. اللي حضرتك عارفاه ان كورس الانجليزي هيفيدك، اللي حضرتك حساه ان الالماني يبقى احسن. لما طغى اللي انت حساه على اللي انت عارفاه بوظ لك اللي انت عارفاه. يبقى لا هتطول اللي انت عارفاه ولا هتطول اللي انت حساه، وهتفضل في الدايلما ده على طول. صح. احسن حاجه تتعاملي بيها انك تتعاملي باللي انت عارفاه. اللي انا عارفه اهم حاجه، اللي انا حاسه مش شرط، لان دايما اللي انا حاسه بيكون مبني على حاجات احيانا مين كتير بتكون وهي. صح. كتير بتكون وهي. صح. تمام. جميل جدا. هنختم بقى سيكشن العلاقات ده بسؤال عن الناس اللي مش بتتقبل الرفض. يعني في ناس اوكي انا اترفضت فشكرا سلام عليكم وعليكم السلام. في ناس بقى لا انت رفضتني ده انا هوريك. فالشخصيات دي اولا انا اتعامل معاها ازاي؟ وهم ذات نفسهم لو انا بقى بقيت اوير وربنا كرمه يعني بقى اوير ان انا لا ده انا ببقى مؤذي لما بحس ان انا بترفض، ده يعمل ايه؟ هو المفروض الشخص يكون عارف كويس جدا ان العلاقات اللي لها علاقه بالخطوبه والارتباط قائمه على الايه؟ القبول والرفض. مظبوط. هو من الاول يبقى عارف كده. في ناس عندها ثقه عمياء يقول لك هو طالما جيت قدم لي انا خلاص لازم اتقبل، انا انجلينا جولي، انا ما ينفعش اترفض. مين اللي قال لحضرتك الكلام ده؟ في جزء مهم جدا اسمه القبول. هو حضرتك ما فيكش ولا حاجه، بسم الله ما شاء الله، او حضرتك ما فيكش ولا حاجه، بس يا اخي سبحان الله هي شافت وشك قلبها اتقبض مش قادره، او العكس. ممكن ما ناخدش الموضوع شخصي يعني. لا ملوش علاقه بالشخصيه خالص على فكره. هو الفكره كلها فكره ليه الناس بتشخصنه. ليه الناس بتبدا تشخصنه؟ وليه يبدا الموضوع يدخل فيه حساسيات تانية ملهاش لازمه؟ ليه بقى يبدا يدخل فيه والله ده انا سالت عليه لقيته كذا، او انا سالت عليها لقيتها كذا؟ ملهاش علاقه بقى. دايما خلي عندك نوع من انواع المروءه في العلاقه. يعني ما تنسى، يعني دايما لما تخش العلاقه وتسيبها خلي في فضل بينكم، ما تقطعش. يعني انا دلوقتي داخل اتعرف على حضرتك، او انا رايح اتعرف على حد عشان اتجوزه، العلاقه راح ما حصلش نصيب، خلاص لا اذكرها بسوء ولا تذكرني بسوء. ليه؟ عشان تفضل العلاقه بيننا وبين بعض ايه؟ حتى بعد الموضوع فيها نوع من انواع السواء. يا راجل ده في الزواج ولا تنسوا الفضل بينكم. صح. تمام. يعني دايما ربنا حتى ربط الايه بتاعت الطلاق ان لما الزوج والزوجه يتسرحوا ويطلقوا المفروض ان هما الاثنين ما يذكروش بعض بسوء. وده شرط على فكره من شروط الاسلام في الطلاق، ان الانسان حتى لو في ما ينفعش يذكروا بعض بسوء. صح. ولا يذكروا بعض باي حاجه، بالعكس. تمام. ليه؟ لان هو ده جزء من من ادب واخلاق الاسلام في العلاقات. ان احنا في العلاقات طالما ان احنا ما ينفعش، عارف انت يقول لك ايه؟ آية المنافق 3: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خصم فجر. يعني في واحده فيهم كده يقول لك واذا خصم فجر. الفجر في الخصومه ان الانسان لما انا وانت اصحاب لما نتخاصم تروح بقى تقول اسراري وتقول عني كلام وحش للناس، واللي فيك واللي مش فيك، عشان عشان تطلع شكل وحش.
ده شيء سيء جدا على فكره. كان ينبع من خلق الشخص. فانت لو بتعمل كده انت اخلاقك فيها حاجه غلط، محتاج تشتغل عليها شويه. والحاجه الاولانيه المهمه جدا، لازم من الاول تكون عندك مفهوم العلاقه شكله عامل ازاي. ان العلاقات اللي لها علاقه بالارتباط مبنيه على القبول والرفض من الطرفين، وخصوصا لو كانت العلاقه صالونات، يعني احنا جايين نتعرف، يعني انا داخله اتعرف، انا جاي اتقدم دلوقتي، ففي لازم يكون في تعارف. يعني في الجلسات اللي لها علاقه بالرؤيه الشرعيه ممكن تشوف مره واثنين وثلاثه، اللي يطمئن قلبك وتختار في الاخر. ممكن بعد 3 مرات ترفض. صح. ممكن ترفض. انا عايز اقول لحضرتك تحليل للموضوع، ويمكن قول لي صح ولا غلط. انا ممكن بشوف ان موضوع عدم تقبل الرفض ده بيبقى الدايناميك بتاعه بادئ بين ان انا مثلا عندي انسكيورتيز وبربطها ربط irrational او غير واقعي بالرفض. ايه ده؟ لا ده هو رفضني يمكن عشان انا مش كفايه، بس انا اللي مش كفايه دي انا اللي حاسسها اصلا من الاول. بقعد اربط بقى، بس اصل رفضني عشان انا قصيره او رفضني عشان انا طويله. وارد اللي بتقوله صح، بس انا بس عايزين نوضح للناس ان الانسكيورتي اللي هو الاحساس بعدم الامان. بالظبط. عدم الايمان عند بعض الناس ممكن ده يوصلهم الاحساس ده، ان انا اصلا طالما ان انا عندي احساس بعدم الامان يبقى انا مش هتقبل الرفض من حد، لان ده بيزود عندي الانسكيورتي، بيزود عندي احساس بعدم الامان. رغم ان ممكن يكون الشخص اللي رفض ده لا عادي. ارجع لاصل. ممكن يكون جهل. جهل يعني انا مش فاهم. انا مش فاهم مفهوم العلاقه عامل ازاي، ان انا ممكن اتقدم لحضرتك وما ما يحصلش نصيب. ماليش دعوه بقى ان كنت حضرتك اتعلقت بيا في خلال اسبوعين 3 4، او انا قعدت اسبوع فتتعلقت بيا، مش الدرجه دي يعني. انا مش توم كروز قاعد قدام منك ولا فاهم انت يعني. لا يعني في ناس بتتعلق بسرعه قوي. هو التعلق بسرعه في المشاعر بيبقى صعب جدا، ودي برضو نقطه من النقط الخطيره. ده برضو يعني علامه من علامات الحرمان العاطفي طبعا. ان الناس تبص تلاقي حد اتعلق بحد مسافه اسبوع 10 ايام، انت رايح تتقدم لحد، انت بس رحت 3 4 ايام عندهم، شربت كوبايتين عصير وكانت لك واحده تشيز كيك وانت قاعد مع ابوها وامها كده، خلاص بقى انت بقيت دون جوان الليله. ده انت رشدي اباظه العيله جه، ابو العيال انت بقى خلاص فاضل لك سنه وتكتب الكتاب خلاص وتتجوز وتحل الجواب، وانت عارف العيله من اسبوعين بالظبط. يا جماعه مش الدرجه دي. التعلق في ناس ساعات عندها سرعه في التعلق فظيعه سريعه جدا. لا ما ينفعش يبقى الحته دي تبقى موجوده برضو، لازم تسيطر على نفسك او تسيطري على نفسك في الحته دي. ما ينفعش نتعلق بسرعه، لان برضو لازم ادي مساحه ليه هو شخصيا. افرضي بعد ما اسبوعين قال لي لا انا هكون انا اتعلقت بقى وهو لسه بيحاول، لازم يكون في احساس، لازم يكون في حته كده باينه زي ما بيقولوا كده ايه ستيب يعني، ما بقاش واحد سابق التاني. انا بقول كده عشان كده برضو ارجع لاصل الموضوع، ان برضو حتى في الجلسات في الخطوبه وفي التعارف الاولاني ده يكون بقيود. جميل. يكون بقيود، ما تفتحهاش كده. صح. هو بقيود، احنا عايزين نعرف بعض، يبقى نعرف بعض نتكلم بابليكلي. ما نخشش قوي ديب كده من الاول. صح. احنا محتاجين شويه وقت نعرف بعض اكتر من يعني كده الاول، نعرف بعض اكتر. العشم اللي بياخدنا قوي ده بنروح بسرعه بقى جوه ديب ونحكي بقى في التفاصيل اللي ايه ده طلع شكلي خلاص ده احنا لحقنا، ده احنا لسه بنقول يا رب. فهنا العلاقه بتاخد منحنى سريع جدا في التراست سريع. عشان كده يوصلك ان في بعض الناس بيثقوا بسرعه، عندهم التراست ايشوز دي سريعه قوي، يقول لك انا بثق بسرعه جدا في الناس. وده بيخليهم يقعوا في الورطه بقى، وده ينعكس عكسي بعد كده. يقعوا في ورطه عندهم ميستراست، خلاص بقى مش قادر يثق، لانه تعرض بقى لصدمات كتير جدا بسبب الموضوع ده. فلازم ان هو يسيطر شويه، يكبح جماح الثقه بتاعته. جميل. اظن ان احنا استفدنا في جزء العلاقات جميل كتير. جدا. نخش بقى على جزء كده من الحاجات اللي هي ليها علاقه بالاستريس والانكزايتي وكده. بس كتير قوي من الطلبه، ويمكن انا كنت واحد منهم، اللي هو ايه بيحس بقلق جامد قوي كده. لا اصل انا عمري ما اشتغلت قبل كده، اللي هو القلق اللي بيجي لك ما بعد ما خلصت سنه رابعه كليه وداخل الامتياز. فحتى في سؤال ممكن اقراه لحضرتك سريعا، انا ما اعرفش هي مشكله نفسيه ولا لا، بس انا عشان عمري ما اشتغلت قبل كده ومش ناوي اصلا اشتغل قبل الامتياز، بس كل ما بفكر في الامتياز نفسي بيضيق وبحس اني هموت، وخايفه من الفتره دي جدا من كتر الكلام اللي بسمعه عن الامتياز سلبي وكده يعني. فمن وجهه نظر حضرتك نتعامل مع القلق ده ازاي ما يبقاش قلق بقى بشكل غير طبيعي؟ طب هما في نقطتين عشان خاطر تتعامل فيهم مع الموقف ده. النقطه الاولانيه ما تسمحش لحد بيتكلم سلبي. احنا في العموم ما ينفعش نعرض ودننا لحد بيتكلم سلبي. جميل. تجنبوا الاشخاص السلبيين. جميل. الشخص السلبي معدي، الشخص السلبي بيسبب لك اكتئاب، الشخص السلبي بيسبب لك حاله من حالات التشاؤم. دايما اقعد مع الشخص المتفائل. تمام. فيعني يقول لك ايه، كل متوقع آت فتوقع ما هو افضل يعني. كل حاجه تتوقعها هتحصل، فيعني توقع الافضل حاجه. انت خسران حاجه. صح. يعني هو انت هتخسر حاجه متوقع، حتى يعني انت مستخسر في نفسك تتوقع حاجه حلوه ما توقع حاجه حلوه. صح. تمام. وبشره ولا تنفره. دي نقطه مهمه جدا. طيب النقطه الثانيه، ان انت عشان تشتغل على حاجه زي كده انت محتاج تشوف فيديوهات كتير وتنمي مهاراتك شويه كتير،
وتبدا تقرا اكتر عن الموضوع. تمام، انا برضو ما زلت خايف. الحاجه الوحيده اللي هتكسر عندك حاجز الخوف انك تنزل سوق العمل، تجرب، تمارس. تمام، لحد ما هتحط رجلك في الشفت هتفضل خايف. صح. اول ما تحط رجلك في الشفت هيبدا حاجز الخوف يقل. صح. عارف انت دايما المثل المعروف جدا ان الانسان تبدا التجربه الشعوريه ناحيتها، ناحيه الخوف ناحيه التجربه الشعوريه الا لما تجربها. صح. طول ما انا بعيد عن التجربه الشعوريه دي الدنيا ضلمه قدام مني. مهما قلت لك ما تخافش ما تخافش هتفضل. انا هحاول ان انا اقلل الشعور اللي انت بتحسه. صح. بس الحاجه الوحيده اللي هتكسر الحاجز ده انك تحط ايدك في سوق العمل. صح. طب انت كطالب محتاج ان انت تحط ايدك مش شرط تستنى لما الامتياز يجي. انزل اشتغل في مستوصف تبرع. قال لهم يا جماعه انا عايز بس ايه يومين 3 تدريب كده ببلاش، انا عايز بس اشوف الدنيا. اي مكان قريب من بيتك، مستوصف خيري، مستشفى، انزل شوف. لو هتنزل تبص بس انزل شوف المرضى بتقاس الضغط ازاي، اتعلم اسلوب الحوار، اتعلم اسلوب الكوميونيكيشن، الثبات الانفعالي، انضباطك، جميل. شكلك، منظرك قدام نفسك، وقفتك، ثقتك في نفسك وانت واقف. الامور دي كلها هتيجي بالايه؟ هتيجي بالممارسات. وجزء من التعلم هو التعلم بالموديلنج، التعلم باي اوبزرفيشن. يبقى انا ممكن لما اشوف حد هتعلم من خلال وقفته، الله ده لا ده انا حاسه انه ثقه، ده بيتكلم بثقه، على الاقل اخش الامتياز عندي باك جراوند ولو بسيطه. انما انا ما اسيبش نفسي خالص لحد يوم الامتياز واقول انا رايح. طب انت فينك في فتره الصيف مثلا؟ ما تنزلي تشوفي، اعملي حاجه، انزلي اتدربي، انزلي حتى اعملي اي حاجه، انزلي حتى اعملي يعني لو جات لك فرصه تدي انجكشن في البيت ادي لابوك اي ام انجكشن، ادي لوالدتك اي ام انجكشن، ادي مثلا ركبي كانولا. لو جات لك فرصه تركبي كانولا لحد ركبي كانولا، اتجرأي وحطي ايدك واتعاملي. في دايما قاعده كده معروفه اللي قاعده البدايات، الخوف من البدايه. ففي كونسبت عندنا كده معروف جدا، كنا حتى خدناه كده اسمه 2 مينت كونسبت، 2 مينت ستارت كونسبت. ايه 2 مينت؟ ابدا اول دقيقتين وانت مرعوب. انت هتلاقي نفسك اول دقيقتين انك بترتعش. اول ما الدقيقتين يخلصوا جدد الهدف بتاع الدقيقتين تاني في الدقيقتين التانيين. يعني انا دقيقتين خلصوا، دقيقتين كمان. لدرجه ان الكونسبت ده ربطوه بستوب واتش، يعني اظبط الدقيقتين على الموبايل. انا هركب كانولا في دقيقتين، انا مرعوبه ما فيش مشكله بس هركب كانولا في دقيقتين. اظبط الستوب واتش في دقيقتين وخش اتعاملي، بس خد الاكت وانت حاسه خلاص. انا حاسه بس انا داخله اتعامل. والله يا دكتور انا متلخفنه وبترعش، مفيش مشكله، ما هو طبيعي الاحساس ده تحسيه في الاول، حتى لو انت واثقه بنفسك هتخافي برضه. احنا كلنا كنا خايفين واحنا بنركب كانولا لاول مره، مفيش حد بيبقى جريء في الحاجات اللي زي كده. وبعدين بعد شويه هتلاقي نفسك قدرت تركبي الكانولا دي والامور معاكي بدات تبقى تمام. طب انت الدقيقتين حتى بس خدت خطوه ناحيه انك تنفذي الفعل، جبت الادوات وبدات تجهزي، يبقى اهو حاجز الخوف بدا يروح شويه. جددي الهدف دقيقتين، لسه هركب الكانولا، يبقى جددي الهدف بدقيقتين كمان، انا لسه بركب الكانولا. وكل شويه واحده بواحده هتلاقي نفسك ان البدايه بدا اللي هو انطفاء الخوف بتاعها، وبدا حاجز الخوف اللي كان يخليكي تبداي بدا يروح. فلازم الانسان يعود نفسه على الموضوع ده. جميل. رائع. انا بس كنت عايز اقول على كلمه صلي. انا قلت صلي من شويه على حته اللي هو الاكتئاب والقلق. انت لو عندك قلق كتير وعندك اكتئاب كتير وحاسس دايما طول الوقت انك متوتر وخايف وقلقان، صلي. في جزء في الصلاه انا حابب ان انا اتكلم عنه، يعني في جزئين في الصلاه انا بحبهم جدا وعن تجربه. يعني الجزء الاولاني في الصلاه ان الصلاه بتعلمك حته فيها نوع من انواع لها علاقه بالتامل. فيها تامل روحاني عظيم جدا، انك بتحس ساعتها بوجود الله ومعيه الله، فده بيحسسك شويه بنوع من انواع الامان والاطمئنان المسلم لما سيحدث لك، حتى لو كان اللي هيحصل لك ده حاجه وحشه بس مسلم ليه. وفي الاخر ما بيحصلكش غير احسن حاجه في الدنيا، والخوف اللي انت كنت بانيه جواك على اللي هيحصل لك ما بيحصلش. ان عاده الانسان بيعمل حساب اللي ما بيحصلش اكتر من اللي بيحصل. ولو خاف الخوف اللي بيخافه على اللي بيحصل حياته كلها هتتغير. الانسان معظم الوقت بيبقى خايف ومرعوب من حاجات ما بتحصلش. طول الوقت انت قلقان من حاجات ما بتحصلش. انت ليه بتقلق على حاجه لسه ما حصلتش؟ صح. مش لما تحصل حاجه اقلق عليها. انا دايما بقول الموضوع ده، حتى كنت بحكي مع احد الزملاء فانا بقول له انت ليه قلقان؟ قال لي عشان خاطر كذا بكره هيحصل كذا. قلت له هو حصل؟ قال لي لا. قلت له طب لما يحصل اقلق. الموضوع بسيط. صح. يعني لما حاجه تحصل اقلق. انا ليه اقلق على حاجه ما حصلتش؟ انا حتى عندنا في النفسيه القلق نوعين. في قلق نظيف وفي قلق غير مش نظيف، بيقولوا عليها حتى كلين انكزايتي وان كلين انكزايتي. القلق النظيف اللي بيحصل لك عشان يحركك. ايوه. القلق اللي مش نظيف اللي بيتبني على الاضطرار اللي هو الترابط الفكري. يعني انا دلوقتي انا قلقان من الامتحان، طبيعي ان انا قلقان من الامتحان، ده هيحركني ان اقوم اذاكر. تمام. بص بقى انت شويه ركزت اهو على القلق اهو، فانت ركزت على القلق فالعمل زي سنو بول، القلق عامل زي كره التلج. جر معاه شويه قلق تاني، بس انا ما لحقتش الم المنهج يبقى هسقط. هو انت سقطت؟ لا، بس انا حاسس ان انا هسقط. بالراحه بس كده، انت سقطت؟ لا ما سقطتش. طب ليه قلقان من السقوط؟
ما ركز على الحاجه الاهم اللي هو انا اذاكر. هيبدا انا اسقط، طب انا لو سقطت هتاخر عن زمايلي دفعه الامتياز، فمش داخل الامتياز، ده قلق جديد خلي بالك. فالقلق بدا بكام؟ 1 من 10. وصلت لحد كام؟ 10 من 10. فسيطر عليك القلق، خلاك مش عارف تذاكر. صح. يبقى هو القلق بدا بايه؟ كله كده على فكره، حتى الخوف، حتى الحزن. صح. حتى الحزن. ابويا مات، امر الله، بنقعد نعيط على ابونا، بنعيط على ابانا، بنعيط على اللي فقدناه من اهالينا. طيب تمام، بس في امور تانية انت محتاج تفكر فيها. ابوك مات مش معنى ان ابوك مات انقطع من الحياه. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. وانت مش عايش. صح. ابوك اهم، ده انت يعني ابوك في حاجه ليك دلوقتي او والدتك حاجه ليك دلوقتي اكتر من ما كانت عايشه. صح. اكتر من ما كانت عايشه. يبقى صلاح حضرتك مش هيقطع عمله. صح. في قبره، بالعكس ده انت تكوني ده في بر بعد وفاه الوالد. صح. البر مش مربوط بحياتهم بس. فدي نقطة برضو مهمة جدا. فالصلاة مهمة جدا لأن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. إذا مسك الشر تنطط، وإذا مسك الخير تقلق. لا، ليه الخير يجي بسهولة كده؟ يعني أنت قلقان في الخير وقلقان في الشر. ربنا حط الآية دي في حاجة واحدة بس عشان تهدى وده تتقبل ده وتتقبل ده، الخير خير والشر شر. صلي. هو الصلاة ليها علاقة بحتة ايه؟ تأمل بقى ويقظة ذهنية. الله أكبر، ربنا معاك، خلاص الله أكبر. ساعات بناخد بكل الأسباب إلا السبب الروحاني أو إن إحنا نقول يا رب، لأن هي عقيدة، هو مبدأ عقائدي في الأساس. لا على فكرة من جواك. صح. لأن أنت بس عارف، أنت الناس تقول لك إيه؟ كان في حد كلمني من فترة بيقول لي هو إزاي هو مش في علاقة بين الدين وبين الانتحار؟ يعني مثلا لو الإنسان لما يكون قريب جدا من ربنا مش المفروض إن هو ما ينتحرش؟ قلت له لا، على فكرة ضربت خاطئ جدا على فكرة. هو أنت مقتنعة إن إحنا كلنا قريبين قوي من ربنا؟ ما هو القرب من ربك ده معناه ايه؟ يعني احنا ممكن نقول لا حول ولا قوه الا بالله وانا معتمد على ربنا وربنا يسهلها، بس انت نفسك برضو في اسباب تانية حاططها في حياتك غير ربنا. يعني انت قاعد يا ابني بقول لك سيبها على ربنا، تقول لي بس الدكتور هتعمل، بس اللي هيعمل لي كذا، هيفصلوني. سيبها على ربنا. انا قاعد اقول لك السبب الرئيسي العقائدي اللي مبني على اساسه الحياه كلها ربنا. وانت برضو قاعد بتخلق اسباب ايه؟ دنيويه. فانت هنا في الاصل ايه؟ عندك حته عقائديه. ايه الحته العقائديه؟ ما عندكش الايمان. بالظبط. هي بقى دي النقطه. انت مسلم ولكن غير مؤمن. الحته بقى اللي لها علاقه بايه؟ بالاطمئنان، الامان والاطمئنان. حتى سيدنا ابراهيم قال ايه؟ ربي ارني كيف تحيي الموتى. قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالانسان في جزء كده ليه علاقه بالاطمئنان. انا الدنيا جايه سوداويه، ربنا مش هيسيبني. ربنا مش هيسيبني، ربنا معايا. لو دي فعلا عقيدتك، فهي حته عقائديه هتتعامل من خلال دي. تيجي لك انت ما تيجي تتفرج مثلا على اهل غزه واللي بيحصل في غزه، تتفرج ايه العقيده والثبات ده؟ ما حته عقائديه هو زارعها في روح، في عقل الطفل من هو كده. صح. فالطفل لما يكبر تلاقيه رايح للموت كده. يعني حتى لما تيجي تبص عليهم وهم رايحين مثلا في الحرب بيموتوا، هو عارف ان ممكن ينضرب طلقه في دماغه من ورا ويموت، خلاص مات. صح. واللي يبقى قاعد في البتاع بتاعته، في الخيمه بتاعته، تنزل عليه قنبله ويموت في لحظه، مات. والاب يدفن ابنه يقول لك سلموا لي على رسول، انا هحصلكم بعد، والموت عادي بالنسبه له، الامور خلصانه على كده. تيجي تقارن نفسك بيهم، لا ده انا عندي الحياه حاجه عظيمه جدا. ارجع بقى للاصل عقائدي. هو العقيده عندهم مبنيه بشكل مختلف، انت عندك العقيده مبنيه بصوره مختلفه. فانت يعني ممكن تكون قريب شويه من الدنيا، هم قريبين شويه من الاخره. هي برضو لها حتى عقديه. الاصل في الموضوع صلاه. صلي وقرب من ربنا، وخلي صلاتك فيها اخلاص كده، ما يبقاش تخليص حاجه بعملها بس عشان اخلص من الايه؟ اخلص من العبء. يعني في ناس تقول لك ايه؟ انا هيفوتني الظهر، المهم اصلي بسرعه، اخطف الظهر كده بسرعه عشان خاطر العصر هيأذن، انا هيفوتني مش عارف كذا. ففي ناس بتصلي الصلوات تخليص. لازم تصلي الصلاه اخلاص. اعتقد انا قريتها مره او سمعتها في احد الشيوخ. يعني لازم يكون في اخلاص في الصلاه. انا بصلي عشان خاطر انا عايز اصلي لربنا. فانت بتصلي في شكوى بتشتكيها، هتطلع من الصلاه على فكره مختلف، لان في جزء يقظه ذهنيه، تامل، بريزنت. ده هيخليك تعيش الحاضر اكتر. وده في نفس الوقت هيربطك في الحياه ربطه جوده افضل، لان هيخلي جودتك في الحياه ايه؟ ترتقي. لان الانسان بيحس بالرضا امتى؟ لما يحس ان حياته جودتها ايه؟ ارتقت. طب انا امتى جوده حياتي ترتقي؟ اما احس بالحياه. طب وانا احس بالحياه بايه؟ في واحد يقول لك احس بالحياه بفلوس، مالهاش علاقه. والله مالهاش علاقه. مين قال لك ان الفلوس ممكن تحسسك بالحياه؟ مش شرط. لا، مش شرط خالص.
في ناس معاها الفلوس بس مفتقده حاجات تانية مش كتير. بقول لك ان الفلوس مش كل حاجه، صح. عشان برضه واحد يقول لك ايه لا هيقعد بقى الدكتور يدخل الحته بتاعت الفلوس مش كل حاجه وكلام من ده. لا مش قصدي كده انا قصدي اقول ان السعاده اختيار. انت لو عايز تبقى سعيد هتبقى سعيد، صح. بالمتاح والموجود فعلا. بس حته الصلاه دي بس نختمها بحتتين صغيرين. الجزئين المهمين في الصلاه هو جزء العلاقه بالتامل، ان جزء الصلاه فيه جزء روحاني خاص بالتامل، ان انت تتامل وجوديه الله ومعيه الله وطبعا ده حته مهمه جدا، ان انت حته تستحضر وجود الله في الصلاه، ده شيء عظيم جدا وقد بيديك جانب روحاني قوي جدا يعني. الجزء الثاني هو جزء الاخلاص، انا برضو اتكلمت عنه في الاول بس حبيت الخص الحتتين دول. لازم يكون جواك اخلاص في الصلاه. على فكره الاخلاص في الصلاه لو انت زرعته جواك عمرك ما هتصلي الصلاه تخليص، هتصليها بضمير. فلما تصليها بضمير تطلع منها مختلف. حتى يقول لك انت غضبان قوم صلي، صح. الحديث انا حزين قوم صلي، انا مكتئب قوم صلي. يقول لك اذا غضبت فتوضأ. فيها علاقه بالموضوع، الموضوع بيطفي نار اهو، بيعمل يعني بيطفي نار الغضب جواك يعني، عارف انت. فالصلاه ليها عامل مهم جدا طبعا. واعتقد ان في بحث من الابحاث قريته عن الجانب الروحاني واهميه البرينج او الصلاه في تحسين المزاج، الرفاهيه النفسيه النفسية والضغط النفسي والكلام ده. كان على فكره من الحاجات القويه جدا على فكره. افتكر لو في حد ممكن محتاج البحث ده ممكن نبقى نرفعه مع الفيديو يعني. جميل جدا. طيب ننتقل لجزء تاني والكلام على الثقه في النفس. أو واحد بيقول ازاي الانسان يزود ثقته في نفسه وشكله، والتاني بقى بيشتكي ان هو ما عندوش ثقه في نفسه ولا في شكله، وانه بيخاف يعمل اي حاجه لا يحصل جادجمنت عليه او اللي قدامه ينتقده. وبيقول على لسانه يعني بقيت كمان ممكن اعمل مشاكل عشان ما اكلمش حد واقعد لوحدي كده، مش عاوز اعمل اي حاجه ولا اروح في اي حته. ممكن يكون تاثير من اللي حواليا او مواقف وصلتني لكده. هو يعني بيحلل ده. بس انا مش عارف الاقي حل للتردد، مش عاوز اعمل كل حاجه بيرفكت، عاوزه بس ابقى واثقه في نفسي. بص هو في نوع من انواع الشخصيات اللي هو اضطرابات الشخصيه يعني. هو عندنا اضطرابات شخصيات كتير يعني. ففي نوع من اضطرابات الشخصيه اللي هو ممكن يكون الشخص يكون مثلا افويدنت، اللي هو الشخص المتحاشي او الشخص اللي هو ما بيحبش يختلط متجنب او متجنب. ده بيكون نابع من ان هو عنده السنس اوف سنسيتيفيتي ناحيه الريجكشن عالي، اللي هو الاحساس بالرفض من الناس عالي. واللي بنيه في الاساس عدم ثقه في نفسه. هو حاسس ان الناس كلها رافضاه، او المعنى المفهوم الناس مش هتقبله تحت اي ظرف من الظروف. تمام. الشخص ده مشكلته ان هو عنده نوع اللي هو عنده الجادجمنت عالي جدا، ان كل الناس عنده زي بعضها. اكيد في حد في حياته هو بيديله ثقته في نفسه. طب كنت لسه هقول لحضرتك، هل ممكن ده يكون نابع من تربيه خاطئه؟ وارد ان هو طالع ما عندوش الثقه. وارد على فكره، وارد طبعا. ان طول الوقت في عند حد في البيت بيعمل له تقليل من نفسه وتقليل في ثقته في نفسه، فهو طالع شخصيته كده. وده على فكره موضوع خطير، انه بالطريقه دي بيحتاج ياخد علاج، بياخد جلسات نفسية كمان عشان خاطر ينمي ثقته في نفسه مره ثانيه. طب انا لو عايز انمي ثقتي في نفسه، هو اول واحد المفروض يزود ثقتك في نفسك انت. انت في حاجه عندنا اللي هو بوزيتيف سيلف توك، اللي هو التحدث الى النفس بايجابيه. تتكلم عن نفسك بايجابيه. تتكلم من نفسك بايجابيه ازاي؟ انت مشكله عقلك ان عقلك متبرمج ان هو ما يتكلمش غير سلبي عن نفسك، سلبي بس. فانت المفروض اتكلم ايجابي عن نفسك حتى لو كانت الامور تافهه وبسيطه. يعني انت لو اي حاجه مجرد بس انك قمت رتبت سريرك عملت اي حاجه في البيت، اكتب ان انت عملت حاجه زي كده. ودايما خلي الحاجات الايجابيه عن نفسك دي مكتوبه، لان عقلك عاده لو ما شافهاش مكتوبه هياخدك ويجرك للافكار السلبيه مره تانية، وياخدك ويوديك عن نفسك مره تانية. دي نقطه. النقطه الثانيه دي اول نقطه، دايما امدح نفسك. امدح نفسك. انا احسن حد في الدنيا، انا كويس جدا ان وصلت اللي انا وصلت له ده، انا وصلت اللي وصلت له ده بجهد كبير جدا وعناء كبير جدا. انا ازاي قدرت اوصل اللي انا وصلت له ده وانا حاسه الشعور ده؟ ما انا مش انسان عادي بقى. صح. يعني انا اصلا عندي طول الوقت تردد وطول الوقت تحاشي وتعبانه نفسيا وعندي عدم ثقه في نفسي، ووصلت اللي انا وصلت له ده رغم المعوقات دي كلها. ده انا بطل. صح. يعني ده انا كده انسان مش عادي. صح. فده في حد ذاته دافع ليكي اضافي ان انت تقولي لنفسك لا والله انا قادره. اللي خلاني اوصل اللي انا وصلت له ده، لا انا اقدر اكمل. وفي ايفيدنس، والايفيدنس موجود ان انا حاسه الاحساس ده ووصلت ده، وده يديها ايفيدنس تاني ان اللي مجرد اللي حاسه ده مجرد ايه؟ فكره. ده يرجعني لنصيحه مهمه جدا حابب انصحها لكل واحد عنده احساس دايما انه عنده ثقه في نفسه وازمه في نفسه. دي مجرد افكار وليست معتقدات. طيب هتلاقي كم واحد حوالين منك شايفك ان انت عندك ازمه ثقه في نفسك؟ مش كتير، 1 2. اراء الناس كلها متباينه متفاوته. عمرك ما هتلاقي ناس كامله مجتمع عليك في صفه واحده.
تمام. حتى لو انت مكتوب عنك الصلاح هتلاقي فيه 3 4 طالعين لك لا ده غير سوي. فاهم انت؟ صح. تمام. ده في ناس اختلفت على وجود الله، يعني في ناس ايثيوس، ناس ملحدين طلعوا يقول لك مفيش ربنا. فده دليل واضح ان البشر دول اصلا ما لهمش كبير في الفكر. فاهم. تمام. فمهما حصل في الاول وفي الاخر خلي عندك ايمان ويقين انك لست فكره. وعلى فكره دي من ضمن مقدمات العلاج بالتقبل والالتزام. انت اكبر من الفكره. في الاساس انت بني ادم، الفكره دي جزء منك مش كلك. صح. فما ينفعش مثلا يبقى عندك فكره كده ودايما فكر نفسك بالموضوع ده، انا والله يا جماعه انا مش واثق في نفسي، انا عندي ازمه ثقه في نفسي وطول الوقت بحبش اختلط بالناس عشان الناس هترفضني. دي فكره. صح. دي سنوت معتقد. ولو فكرت في الموضوع وحطيت له دلائل هتلاقي الايفيدنسز على ان الناس عايزاك ورغباك اكتر من ان الناس مش عايزاك. بس عقلك بيعمل ايه؟ عقلك بيعمل جنراليزيشن، بيعمم. ياخد سيتويشن واحد اتعرضت له مع زميل ليك ويقوم جاي معممه على كل فكره. على كل يعني انت ماشي في الكليه حد قال لك انت شكلك وحش ليه كده؟ خدت دي كلها ده كل الناس شايفيني وحش. هو واحد بس اللي قال لك. طب ده بيخدم ايه؟ ده بيخدم طريقه فكريه محدده. يعني انت عندك خلل اصلا في تفكيرك او خلل في تفكيرك خلاك تبص للامور بهذا المنطلق. فانت عشان خاطر تتغلب على الموضوع ده محتاج ان انت حاجه مهمه جدا تمدح نفسك اولا، تزرع جوه دماغك او جوه يقين جواك ان انت اكبر من الفكره وان اللي جواك ده فكره لا اكثر ولا اقل، وان انت تقعد مع حد بيمدحك طول الوقت. جميل. في بقى نقطه اجمل، اطلب من الشخص ده يمدحك عمال على بطال. انا من الناس مثلا اللي بطلب من والدتي تمدحني، انا بحب اسمع الكلام الحلو من امي. فدايما وانا خارج كده اقول لها يا حاجه كلمتين اديني بس شويه شحن كده عشان عايزين نخرج ولا مش قادر الله يبارك لك. فتقول لي مثلا انت احسن حاجه في الدنيا، انت كذا انت كذا. هناك بعض الكلمات انا بحب اسمعها منها. فما فيش مانع انك تسمع الكلام الحلو اللي بتحب تسمعه من اللي بتحبه. الله. انت عارف ده عن نفسك على فكره. انا عارف عن نفسي ان انا مثلا شاطر، انا عارف. مش غرور على فكره، بس انا عارف نفسي انا شاطر، انا بحب مجالي بس احب اسمعها. احب اسمعها من اللي بحبهم. جميل. اللي ما بحبهمش ما يفرقوش معايا. ما هم طبيعي يجوا يقولوا لي ايه كلام انت اي كلام. انت بتكرهني هتيجي تقول لي انت احسن واحد. لا طبعا على فكره انت ما بتفهمش حاجه. كتر الف خيرك. حتى اللي بيجي يقول لك الكلمتين دول انت مش عارفك انه بيحبك ولا بيكرهك. ما هو في الاول وفي الاخر ايه؟ صح. بني ادم. صح. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. حضرتك جيت قلت لي كلمه ضايقتني، خلاص يا عم مش رايك لنفسك. صح. انت جيت قلت كلمه ضايقتني، خلاص انت اصلا كسرت حديث مهم جدا. انت يا تقول خير يا تمشي. صح. فانت جيت قلت كلمه دلوقتي جرحتني، خلاص انت مالكش وجود بقى، بعد اذنك بقى امشي بقى خلاص. وتجاهل هذا الشخص. يبقى ركز في حياتك على الاشخاص الايجابيين اللي بيمدحوك وبيزرعوا ثقتك في نفسك. واحد. رقم 2 امدح نفسك طول الوقت بالكلام الايجابي عن نفسك. اتكلم طول الوقت، اتكلم على فكره، ما يقولش الكلام ده جواه. يقول بصوت عالي. صوت عالي، يكلم نفسه بصوت عالي. وان يشوف حد، اكيد حد 2 3 4 هيلاقي اكيد هو بني ادم وليه اصحاب. الحد ده يقول لهم بعد اذنكم امدحوني، مش عيب. مش قله ثقه. في ناس تقول لك ايه يعني اروح اقول لهم امدحوني؟ عادي على فكره. اطلب ده. اطلبه. الاهتمام بينطلب عادي على فكره. الاهتمام والمدح بينطلب عادي. امدحني. صحيح. انت مع ان الاهتمام بينطلب؟ ايوه بينطلب عادي، وخصوصا من الاشخاص اللي المفروض اصلا يدوني الاهتمام ده. اروح اطلبه. مالهاش علاقه بالكرامه على فكره. يعني انا ابويا مش مهتم بيا، ابويا اهتم بيا الله يخليك شويه. مش احسن ما اسيب نفسي لعقلي؟ صح. ما هو انا لو سبت نفسي لعقلي مش هيرحمني. قاعد يقول لي ابوك ده بيكرهك، عمره ما حبك، طول عمره بفضل اخواته عليك. فانا اروح اقول له بابا انا حاسه ناحيتك ان انت بتفضل اخويا عليا، وعقلي بدا يقول لي كلام مش حلو، وانا نفسيتي ناحيتك بدات تبقى وحشه. انت كده قطعت الطريق، انت قطعت مسافه مين؟ ده انت قطعت 100 حلقه. صح. انت قطعت 100 حلقه من احد المسلسلات التركيه انا واختي. انت قطعت شوط طويل. انت فاهم؟ انت كانك خدت نفسك من الحلقه الاولى للحلقه الاخيره. ما تسيبش نفسك لعقلك. اول ما تلاقي عقلك هيبدا يجرك اقطع الطريق عليه. روح واجه خصوصا لو حد انت مهم جدا في حياتك. روح قول له. يبقى النصيحه ليها 3 حاجات. انت مش فكره، انت اكبر من الفكره. امدحي نفسك كتير، اقعدي مع اشخاص يمدحوكي واطلبوا منهم يمدحوكي. رائع. طيب وصلنا لاخر سؤال عايز اساله لحضرتك. حد بيقول انا بقالي كتير قوي بقرا عن اضطراب الشخصيه الحديه وحاسه انه عندي ومش عارف ابدا منين واروح فين عشان اتشخص. اضطراب الشخصيه الحديه ده برضو من الاضطرابات الشخصيه الصعبه جدا. يعني هو من الاضطرابات الشخصيه اللي احنا شايفين ان لو حد عنده النوع ده من الامراض من الاضطرابات الشخصيه لازم يروح لدكتور. هم ليه سموه اضطراب الشخصيه الحديه؟ لان هو بيكون قريب جدا من الاعراض النفسيه. يعني انت لو شفته على حد تقول والله ده عنده مشكله نفسيه، يعني عارف انت. وليه سموه حديه؟ لان اللي بيربطه ربط قوي جدا حاجه اسمها اضطراب المزاج.
تمبر ديس اوردر، يعني هو دايما تبص تلاقيه عنده كده حته ايه تنس تمبرمنت، مزاجه مضطرب. بص تلاقي الشخص ده تحسه ان هو عنده هو مرعب في العلاقه. يعني ايه مرعب في العلاقه؟ تبص تلاقي مثلا ايه، كان في حد بيشتكي قبل كده يقول لك ده بتقوم تدغدغ البيت، تكسر البيت او يكسر البيت، وتبص تلاقيه كده بيصرخ وبيصوت، وبعد 10 دقايق بيضحك وبيكاكا وجايب لي اكل وجايب لي انا اسفه وبياكلني. انت فاهم؟ انت الشخص يديك تو دبل ايموشنز ورا بعض انتنس، اللي هو غضب شنيع جدا. طبعا من ضمن الحاجات القويه جدا اللي بتاثر فيهم اللي هو الباد انجر مانجمنت، اللي هو عندهم امبالسيف انجر، يعني بيكون عندهم دايما كده ايه نوبات غضب امبالسيف مش متحكم فيها، ممكن تقوم تكسر، تعور، تشتم، تخبط من غير اي اسباب. من الحاجات اللي الصعبه جدا كمان اللي بيتعرضوا لها السيلف ميوتيليشنز، اللي هو ايذاء النفس. فممكن تمسك سكينه او تمسك موس وتقعد تقطع في ايديها، وتحب تشوف الدم كده او تشوف الحاجات اللي زي كده. فبيكون تصرفاتها شويه تصرفات اجريسيف، سلوكيات عنيفه واجريسيف جدا. الشخص ده على مستوى العلاقات بيكون من اصعب الشخصيات في العلاقات. هم كلهم صعبين بتوع البرسوناليتي على فكره، كلهم صعبين بتوع اضطرابات الشخصيه. بس اضطرابات الشخصيه الحديه بيكونوا غايه في الصعوبه، لدرجه ان هم ما بيرتبطوش غير ببعض. يعني لو في شخص عنده اضطراب شخصيه حديه ما بيرتبطش غير اللي زيه، لما يجي يرتبط مع شخص نورمال بيتعب، ما بيستحملوش. مش بيستحمل. ليه؟ لان هو حته التقلبات المزاجيه والبور امبلس كنترول، اللي هو نوبات الغضب بتاعته المفتعله اللي هي مش مفهومه واللي بتيجي فجاه من غير سبب، والسيلف ميوتيليشنز والاعراض الخاصه بيه، تقلبات المزاج والكلام ده كله، وان هو عنده مشكله تقلب في العلاقات. كل الكلام ده كله بيكون اسباب رئيسيه ان الشخص بيتعب نفسيا معاه، فبيضطر ان هو ايه يهرب من العلاقه. طيب لو احنا لو هي الحاجات دي عندها يبقى هي كده عندها اضطراب شخصيه حديه ومحتاجه تتعالج. اوكي. اللي هي نوبات غضب مش مبرره، تمام. تيجي فجاه كده، تقلب مزاج سريع، تبقى مزاجها حلو جدا وغضب، يعني عندها غضب وحاله من حالات الغضب جامد جدا، وفجاه تبص تلاقي مزاجها اتحسن او حصل تغير كبير جدا في الانتنس في المود بتاعها، انتنس مود تشينج بشكل غريب جدا فجاه، او بتاذي نفسها باي صوره من الصور سواء بسكينه او باي حاجه كده، يبقى عندها نوع من انواع الخلل في اضطراب الشخصيه. وطبعا ده انا بالنسبه لي يعني مش دكتور عشان اشخص، مش طبي نفسي عشان اشخص، بس انا تصوري ان يعني دي بدايه اضطراب شخصيه حديه. طبعا ممكن تروح لدكتور وتحكي الامر، وممكن بقى تشوف تشخيصها هيبقى ايه. يعني برضو من ضمن، خلينا نسال السؤال من الناحيه الثانيه، هو اللي بيسال عن مثلا هو شاكك ان هو اضطراب شخصيه حديه. طيب لو انا بقى بتعامل مع حد في حياتي هو امر واقع بقى ان هو عنده اضطراب شخصيه حديه، ممكن اتعامل معاه بصوره ازاي، خصوصا مع حته التقلبات المزاجيه اللي هي حاده، يعني فعلا بيبقى انتنس مثلا؟ ايوه، الشخص ده بقى محتاج ان يبقى البيئه بتاعته حوالين منه تكون فيها سيفتي، تكون امنه، ما تسيبش قدام منه اي حاجه ممكن يأذي بيها نفسه. هو مش هيعرض، مش هينتحر، بس ممكن يأذي نفسه في وقت الغضب، او يأذي حد، يحدفك بحاجه، يحدفك بحاجه في وقت نوبه الغضب الهاجي اللي عنده، الغضبه اللي ما فيش فيها تحكم دي، ممكن يعورك، ممكن يأذيك، ممكن يأذي نفسه هو شخصيا. تمام. فمهم جدا يكون في عوامل الامان حوالين منه تكون موجوده بشكل كويس جدا. وطبعا لازم يريفير في دكتور باسرع وقت، سايكاتريست. ايوه. وممكن ياخد علاجات نفسيه كمان، ياخد ياخد علاج سلوكي. طب العلاجات السلوكيه جنب الادويه ممكن بتحد من الموضوع؟ بتحد بس مش بتعالج طبعا. مش نهائي يعني. هو مشكله البرسوناليتي ديس اوردرز ما فيش علاج كامل للناس دول، وللاسف الشديد منتشر الامر ده بشكل كبير جدا. يعني طلبه الكليه عندنا او طلبه الكليات في العموم ما تعرفش بيحصل لهم مشكله بعد ما بيخشوا الكليات ليه؟ لان المشكله عندك الثانويه العامه دي كارثه. يعني احنا عندنا كمجتمع مصري الطالب عندنا بيطلع من الثانويه العامه بتروما، الاهل بيصدروه للثانويه العامه بتروما نفسيه مرعبه، فبيطلع من الثانويه العامه عنده تروما حرفيا. ليه؟ لان اشحن لازم تبقى دكتور احمد زويل الثاني، لازم تبقى مش عارف مين الثالث، لازم تبقى مش عارف كذا. يطلع الولد طول الوقت مضغوط نفسيا لانه حط له اكسبكتيشنز عاليه جدا، او البنت، فيطلع بعد مش عارف اعمل حاجه، انا ما عرفتش اوصل للي اهلي عايزينه. يا ريتهم بقى بيعملوا له سبورت وبيحتووه في ذلك الوقت، لا بيحطموه. ما انت لو كنت بتذاكر يا سلام بقى، لو ابن خاله ولا ابن خاله طالع دكتور ابن خالتك، وتلاقي خالته جايبه ابنها وجاي ابن بقى دكتور، الموضوع بقى لازم يتحبك. يطلع الولد ايه؟ طالع من الثانويه العامه عنده مشكله نفسيه، عنده مشكله نفسيه في البرسوناليتي، عنده مشكله نفسيه في حاجه ثانيه. فتلاقي الثانويه العامه دي بعبع حرفيا، الولاد بيبقوا طالعين منها عندهم مشكله. فانا برضو من خلال الشيزلونج بودكاستنج هنا يا جماعه، الثانويه العامه ده لازم نصدر للولاد انها مرحله تعليميه لا يتوقف عليها مستقبله. المشكله في بناء مستقبل الاطفال او الابناء هي ما بعد الثانويه العامه.
معلش يعني حضرتك جبت طب ودخلت طب وما انتش ناجح في الطب، هتبقى دكتور ناجح؟ صح. يعني ما انت ولا حاجه. صح. المعيار الوحيد لبناء شخصيه ونجاح الانسان هو مرحله الكليه، مهما كانت الكليه اللي دخلها ايه. انا اعرف نماذج ناجحه جدا في كليات كتير جدا لا تخطر على بالك، مهما كانت الكليه ايه، انت لو عايز تبقى ناجح هتبقى ناجح. تمام؟ فما ينفعش تبني نجاحك كله على كليتين قمه يا راجل وتقعد بقى هو ده. مين اللي صدر المفهوم ده؟ العيله. لازم تبقى دكتور، هو لازم يعني ما بقاش دكتور هنعمل ايه؟ طيب احنا هنذبحه يعني؟ هنقتله؟ هندمر حياته؟ ويقعد بقى في طول الوقت في الدايليما دي. في اهل بيقعدوا طول الوقت يعملوا البريشر ده على اولادهم طول فتره الكليه. صح. يعني عارف انت كل حتى ما يسقط، ما انت لو كنت فالح يرجعوه، فيطلع الولد عنده عقده. وطبعا ده بيدمر الشخصيه وبيأثر على البيرسوناليتي وبيأثر على التراست ريليشن شيب وبيأثر على الكونفيدنس الثقه في النفس، وبيطلع الابن بعد كده عنده مشاكل نفسيه كبيره جدا تقعد دلوقتي تبني عشان تعالجه فيه. وده اللي بيحصل دلوقتي. يعني هو دلوقتي يقول لك كله طالع عنده بيرسوناليتي ديس اوردرز وعنده مشاكل في اضطرابات الشخصيه، وكمان الموضوع ليه جذور على فكره في الطفوله طبعا. يعني تشايلد ريرنج من الحاجات من النظريات المهمه جدا مرحله تربيه الاطفال في بناء البيرسوناليتي ديس اوردر او اضطرابات الشخصيه. بالاضافه للنيورو ترانسميتر والاضطرابات الكيمياء برضه. انا السؤال بقى اللي حابب اختم بيه، ادينا سؤال كنت انت متوقع تتسال عنه، او اسال نفسك سؤال وجاوب. انا كنت بقلق، كنت بخاف، كنت عندي ازمه ثقه في نفسي، ممكن اكون مريت بصعوبات كتير جدا في حياتي ممكن يكون ما حدش بيتخيلها. بس واحده من الحاجات المهمه جدا اللي اتعلمتها في حياتي ان دايما من مقومات العطف على الذات انك تبقى عطوف على نفسك، ان اكتر حد المفروض يحن عليك ويعطف عليك هو انت المفروض تحن على نفسك. ما تجلدش نفسك، كفايه جلد الناس ليك، يعني هم اللي حوالين منك بيجلدوك، فما ينفعش انت كمان تجلد نفسك، ما ينفعش يبقى الناس وانت على نفسك، ما خلاص هم خلاص بيجلدوك عمال على بطال، فانت كمان تجلد نفسك، لا خليك حنين على نفسك. خلاص الناس انت مش هتعرف تسيطر عليهم، يعني مش هروح اقول الله يكرمك شويه كلام حلوين، مش هتقعد يعني انت عارف مش هينفع تقول لي كده، انا مش هديك، لان انا بطبيعه الاحوال انا اصلا جلاد، انا بطبيعتي انا انسان بحب اجلد اللي حوالين مني، ما بعرفش اتكلم كلام حلو، ربنا ما رزقنيش حسن الكلام. تمام. فانا ما ينفعش بقى ان انا اجي بقى انا كمان ايه بيقولوا عني واقعد اعيط واقلبها مناحه. لا انا كويس، انا انسان كويس، انا ماشي كويس، انا والله العظيم عملت اللي اقدر عليه، انا كذا. دي نقطه اتعلمتها في حياتي كويس جدا، ان انا لما بدات احن على نفسي واعطف على نفسي ده اداني مردود ايجابي لنفسي. النقطه الثانيه المهمه جدا ان انا بدات اقلق في وقت القلق. يعني الحته اللي انا قلت لك من شويه، انا قلقان من حاجه بقول لنفسي حاجه صغيره جدا، هي حصلت لا يبقى ما اقلقش. يعني قصدي اقول مش ما اقلقش القلق، ما الغيش القلق، ما اقلقش قلق اضافي يعني ما اقلقش من حدوثها. فاهم. خلاص. وخصوصا لو القلق اللي هيحصل ده هيوقفني عن فعل شيء، لا. طول عمري مؤمن بحاجه مهمه جدا، احس ان انا حاسه واعمل. انا في وقت من الاوقات كنت بقعد انا مكتر شعوريا وعندي نوع من انواع الاندماج الشعوري بحاجه لدرجه ان كان ممكن اموت من كتر الاحساس اللي انا بحسه، بس كنت بعمل ايه؟ بفصل نفسي عن المشاعر واعمل، افعل، الاقي نفسي بنتج انتاج ضخم جدا في وقت الضغط العصبي اللي انا موجود فيه، لان قدرت ان انا افصل اللي انا حاسه عن اللي انا بعمله. طبعا ده تجارب برضو اتعلمتها من خلال رساله الدكتوراه او العلاج السلوكي المعرفي اللي انا اتعلمته في رساله الدكتوراه بتاعتي. من الحاجات المهمه جدا برضو الرائعه يعني اللي حابب اقولها من خلال برضو الشيزلونج بتاعك، اول ما تلاقي حاجه بتضايقك ايوه قولها بصوت عالي كتير. غنيها. انا عارف ان انت رابر فتخيل نفسك ان انت بتغنيها كتير. يعني دايما كنت دايما اقول كده ان الانسان لما دماغه تعتاد الفكره اكتر من مره، او لو في حاجه بتضايقك محدده امسك الحاجه دي وقولها لنفسك بصوت عالي كتير، كررها 30-40 مره. لما عقلك يسمعها كتير الشعور اللي بيجي معاها هيحصل له ايه؟ هينطفئ. فلما ينطفئ مش هتحس ناحيتها بحاجه. جميل. لو انا دكتور وانت انسان ناجح وجيت قلت لك انت فاشل وما بتفهمش، ودي اول مره اقولها لك في حياتك، هتعيط وهتنهار. تمام. بس انا لو قلتها لك رقم 100، لو انا كل شويه بقولها لك، هتيجي عند مره من المرات كده هتسمعها مني وتقول لي كتر خيرك يا دكتور. صح ولا مش صح؟ صح. ايه اللي حصل؟ الكلمه نفسها فقدت الايه؟ فقدت القوه بتاعتها، القوه الشعوريه اللي كانت بتسببها لك. فالانسان ساعات لما في حاجه بتضايقه، في كده عندنا حاجه في العلاج السلوكي يقولوا عليها تكرار الفكره السلبيه، فلما تكررها على مسامعك كتير هتبدا ان انت تخفي او تطفي الشعور اللي بيجي وراها. برضو دي من التكنيكس الحلوه جدا اللي المفروض تكتبها عن نفسك. انا اتعلمت منك كتير قوي النهارده، حاجه تسعدني وشرفتني ونورتني، وبجد انا بقول لك اهو يعني يمكن
من امتع الحلقات بقى اللي هتحصل او حصلت بقى. الله يكرمك. وباذن الله تتكرر كتير بقى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا سعدت كتير جدا بالاولى الحلقات من بودكاستنج الجميل بتاعك رأفت والشيزلونج. رأفت والشيزلونج. ماشي، ربنا ان شاء الله يكتب لك الخير، وربنا ينفع بالحلقه وينفع بالمعلومات اللي احنا قلناها، ويا رب نكون قدرنا نرد على، انا عارف ان الاسئله كتير جدا وفي وقت ما يسعفش ان احنا نرد على كل الاسئله دي، بس انا حاولت بقدر المستطاع ان انا انقل خبره انا حسيتها في حياتي وبمعرفتي المتواضعه البسيطه في خلال حياتي التعليميه الاكاديميه. يعني اتمنى اكون فدتكم، واتمنى ان اكون يعني قدرت ان انا انقل لكم ولو جزء بسيط من المعرفه اللي انا عارفها، وسامحوني على ذلاتي يعني لو غلطت او حصل لي اي ذله لسان بالخطا في خلال اللقاء. يعني الانسان بصراحه كان قاعد معاك واخد راحته قوي، حسيت كده ان انا قاعد على الشيزلونج، القعدات اللي احنا بنقعدها وانت بقى قاعد ورا مني وبتعمل لي حاجه اسمها يعني استرسال حر وسيد قول فكويس ان انت كنت بتكمح جماحي وانا كنت رايح انطلق واقول حاجات كده، فالحمد لله رب العالمين يعني. فشكرا جزيلا والله يا دكتور محمود على الدعوه الجميله دي، ونتمنى نكونوا فدنا الجميع، وان شاء الله باذن الله تتكرر بقى مع زملاء كتير وتبقى بدايه موفقه باذن الله. ان شاء الله تبقى حاجه كده بدايه خير باذن الله. اكيد ان شاء الله نقدر نفيد الناس ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه النهارده. اعمل فولو، لايك، سبسكرايب، وشير الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في حلقات تانية كتير. وشكرا لمروان صلاح، ساعدنا كتير النهارده في التصوير. ثانك يو. باي باي.